أبقى عيّل لو اتفرّجت للراجل ده على حاجة تاني، امسكوها علم عليّا، عليك يا احمد. امسكوها رجع علم عليّا، عليك. امسكوها عليّا. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين، الحلقة التانية واللي فيها بنقفّل مسلسلات النُص الأول مع بعض، مرّة تانية معانا مَلِك الدراما الأستاذ يزيد، أخبارك يا يزيد عامل إيه؟ ازيك يا عم احمد؟ إيه الأخبار يا حبيبي؟ رواق الحمد لله. انتصف الشهر، إيه الأخبار طمّني عليك؟ والله الشهر بيجري هذه جري السنة. والله، والله جري، جري. أخبارك إيه مع النُص الأول، 7 والّا ضبع؟ قفّلنا كده كل حاجة يعني صح؟ كل ال15 قفّلتها. ال15 ايوه كلها انتهت خلاص. ها، قُل لنا كده 7 والّا ضبع بشكل عام؟ يعني احنا طلعنا مسلسلين من اللوكش اللي تابعناه في الموسم الاول، الجزء الاول يعني. أوكي، يعني ممكن مسلسلين ونُص مثلًا تمام. انا حتى و النص ما وفى معايا الصراحة. ماشي هنتكلّم دلوقتي بالتفصيل، بس والله مش بطّال، ما كنتش مستني بصراحة أكتر من كده، ممكن في شوية حاجات خذلتنا كنا مستنيين منها أكتر، وفي حاجات عجبتنا كانت مفاجأة بصراحة. يعني خلّينا نبدأ كده ونشوف هنتكلّم على المسلسلات اللي إحنا اتفرّجنا عليها، هندّيها بقى تقييم عام دلوقتي خلاص الصورة اكتملت معانا. عايز أبدأ بأفضل مسلسل في النُص الأول بالنسبة لي، وأكتر مسلسل مظلوم، أكتر مسلسل فاجئني، وأكتر مسلسل أنا فرحان ومبسوط إن هو طلع بالشكل ده. أنا عايز أتكلّم في الأول عن صحاب الأرض، علشان إحنا اتكلّمنا كتير أنا وأنت في الحلقة الأولانية خالص عنّه، وقُلنا قد إيه إحنا نِفسنا إن هو يطلع كويس، وقد إيه إحنا مترقّبين إن إحنا نتفرّج عليه، وجينا في الحلقة اللي فاتت بعد أول تقريبًا 4 أو 5 حلقات، كان كل كلامنا بين كل كلمة والتانية بنقول لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. الناس عملوا شغل كويس بس لحد دلوقتي. النهارده بعد 14 حلقة، المسلسل عبارة عن 14 حلقة مش 15، أنا بجد ومش تطبيل ومش أفورة ومش أي حاجة أبدًا، ده أفضل مسلسل في رمضان النُص الأول، واحد من أفضل المسلسلات اللي إحنا شُفناها في رمضان بشكل عام، مُنتَج ما تحسّش إن هو معمول في موسم رمضان. حابب نتكلّم عنّه ندّي له حقّه شوية في الكلام، لإن هو كمان زي ما هو فعلًا جودته عالية جدًا، هو كمان مظلوم. هو كمان ما خدش حقّه ولا في المشاهدة ولا في الكلام ولا في النشر ولا في نقاشات الناس عليه. فحابب أسمع منّك كده بشكل عام الأول تجربتك مع المسلسل إيه بعد ما خلص؟ انا بعد ما انتهت الحلقة 14 زي اللي الواحد لقط نفسه. الآن أنا ضليت لآخر حلقة وأنا خايف برضه المسلسل يفرط، لأنه أنا باتفق معاك في التقييم إنه أحسن مسلسل في النص الأول بالنسبة لي كان أصحاب الأرض، وبفرق عن المسلسلات اللي بعده يعني. فمش عارف كده مشاعري معه متلخبطة لأني أنا فلسطيني أصلًا، فأنا فلسطيني باحب الدراما المصرية، لمّا الدراما المصرية تقدم لي تحفة زي كده بازيد تقديري إلها الصراحة يعني. مش عارف بُص المسلسل كله كان ملخبط لي مشاعري الصراحة الآخر، حتى الفيلم التسجيلي حق كريم الشناوي وأخوه شُفته اللي في النهاية، ما باعرف أنت تابعته أو لأ. اتفرّجت عليه امبارح فهو ما بُص ما باعرف كيف أوصفها التجربة كاملة حقة أصحاب الأرض، بس بُص ما حاعطيه تقييم أقل من 10 من 10. هاقول لك حاجة، وأنت يعني أنت قُلت نقطة كويسة ممكن نبدأ بيها كلام، علشان ممكن الناس تفكّر إن إحنا تقديرنا للمسلسل علشان القضية اللي هو بيتكلّم عليها، وده على فكرة مش عيب. يعني أنا دي حاجة أنا مش باقول إن هو إحنا مش المفروض لأ، لو عندنا عمل وإحنا بس هندعمه علشان هو بيتكلّم عن القضية، وعلشان هو بيبرز العدوان والظلم والإبادة اللي إخواتنا بيتعرّضوا لها، أنا ما عنديش أي مشكلة إن يبقى هو ده السبب الوحيد. بس الحقيقة يعني المسلسل ده لأ، هو كمان كمسلسل، كمنتج درامي هو تقيل جدًا. واحد والله من غير أي أفورة، واحد من أفضل الإنتاجات اللي أنا شُفتها بشكل عام. يعني إحنا بنتكلم عن إخراج، عن صورة، عن أداءات تمثيلية، عن مؤثرات، عن قصة، عن سيناريو. إحنا بنتكلم عن مميزات تقريبًا في كل عنصر من عناصر المسلسل. فأنا فاهم إن في ناس وهنتكلم عن الأسباب اللي خلّت المسلسل ما ينتشرش، بس أنا فاهم إن في جزء كبير من الناس اللي ما اتفرّجتش أو الناس اللي هي حاولت تتجنّبه، إن هم أوكي،
المسلسل هيبقى بيتكلم عن القضية الفلسطينية، المسلسل هيبقى بيتكلم عن أحداث غزة والإبادة، وهيبقى بيتّك أوي على مشاعرنا في الحتّة دي، وهيبقى بيستنزفها، وهيبقى هو ده الموضوع، وإحنا في كل الأحوال طبعًا هنتعاطف بس في الآخر المسلسل ممكن يكون فاضي ما فيهوش حاجة. وإحنا النهارده هنا جايين عشان نقول يا جماعة لأ، هو مش ده الوضع خالص، مش ده الموقف خالص. أنا حتى عايز أقول إن المسلسل اتظلم بالدعاية اللي اتعملت له قبل رمضان يا يزيد. لو هو تفتكر ما عملت له دعاية أساسًا. لأ، بس هو أنا في جملة فاكرها كويس أوي، ودي سبّبت غضب كبير أوي على المسلسل، إن هُم في وصف المسلسل أول مرّة نسمع عنه إن هو قصة حُب بين طبيبة مصرية وشخص أيوه غزاوي تحت الحصار فاكر الموضوع ده؟ فاكر أيوه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ولا هو بالتفاهة دي، ولا هو بالسطحية دي، ومش قصدي التفاهة يعني أنا مش باتفه من المشاعر، بس هو فعلًا الموضوع أكبر من كده، الموضوع فعلًا أكبر من كده، أوكي؟ آآ أنا حابب أتكلّم عن يعني والله لو فعلًا أنا ممكن آخُد حلقة كاملة، ساعة، ساعتين نتكلّم على كل عنصر في المسلسل وقد إيه هو مُتقَن، صح؟ قد إيه إحنا عندنا سيناريو متماسك، إحنا هنمشي النهارده على شوية مسلسلات اتفرّجنا عليها وفي مسلسلات عجبتنا، بس بيُقف في زورنا حاجات في السيناريو، بيُقف في زورنا أحداث معيّنة، بيُقف في زورنا حاجات ما دخلتش دماغنا. إحنا هنا عندنا سيناريو فعلًا متماسك، إحنا عندنا خَط رحلة من وإلى رحلة الشخصية بتاعة منة شلبي، سلمى الدكتورة المصرية اللي دخلت علشان مع وفد طبّي علشان تدعم المصابين في غزة، وبنتكلّم عن ناصر شخصية إياد نصار اللي في أول حلقة أهله كلّهم بيستشهدوا نتيجة قصف لبيتهم، والناجي الوحيد هو ابن أخوه الصغير يونس اللي هو بينجو من القصف، لكنه بيبقى محتاج عملية علشان عنده مضاعفات طبية من اللي حصل. وعلى مدار 14 حلقة إحنا في رحلة علشان بمنتهى البساطة عشان ننقذ يونس، إحنا في رحلة علشان ناخد يونس من النقطة اللي هو فيها ونوصّله لبَر الأمان، أو نوصّله إن هو يعمل العملية المفروضة وسط بقى كل حاجة بتحصل في الوقت ده. وفي طريقنا طبعًا إحنا عندنا 14 حلقة، فطبيعي هنعدّي على هنحض هن ال نسميها إيه، محطات وشخصيات، وبنتعرّف على ناس وإحنا ماشيين، وبيقابلوا ناس وهُم ماشيين بيحاولوا يساعدوهم، وبيحاولوا يأثّروا عليهم وبيأثّروا فيهم، بس ما فيش حدث واحد حصل في الرحلة دي كلّها إلا وهو بشكل كبير جدًا، مش عايز برضه أبقى بأفور، منطقي، منطقي إن هُم يتحرّكوا من هنا لهنا، منطقي إن هُم يحصل لهم مشكلة هنا، منطقي إن هُم ما يعملوش الحاجة الفلانية، فاهم قصدي؟ فترتيبة حتى السيناريو نفسه من غير ما نتكلم على أي حاجة تانية، لأ، ده سيناريو متعوب عليه، ده سيناريو الناس فكّرت فيه وشافت بداية ونهاية كل حدث، بداية ونهاية كل حلقة، الهدف من كل حلقة، الهدف من كل محطة بيعدّوا عليها، والهدف من كل شخصية بيقابلوها. مسلسل، فعلًا مسلسل تقيل، بعيدًا بقى عن الظرف اللي هو بيدور فيه، بعيدًا عن المنطقة اللي هو بيدور فيها، بعيدًا عن الظلم اللي إحنا بنشوفه طول الوقت وبنتأثّر بيه وشايفينه. هي الفكرة إنه الناس من البداية أخذت فكرة إنه هذه الناس فكّرت في مشروع عن أحداث بتصير في السنتين الأخيرة، فأكيد بيستغلّوا موقف الهكروته في الكتابة عشان إيش، ياخذوا اللقطة بس. المسلسل بعيد جدًا عن الفكرة هذه، يعني هو انظلم من قبل عرضه. بعيدًا عن موضوع الدعاية اللي أنت قُلته، الناس أخذت فكرة مبدئية، وزي ما أنت قُلت الله يسامح اللي طرح فكرة إنه هو قصة حُب بين طبيبة وبين شاب فلسطيني، يعني بَعَد فئة كبيرة من الجمهور عن متابعته من الأساس. وناس كتير هتعتبر الكلام اللي أنا وأنت قاعدين نقوله إنه قاعدين نبالغ في المسلسل، بس المسلسل عن جد 10 من 10. سيناريو وتمثيل وإخراج، يعني لو في حاجة تتعيب هاعيبها عادي مش مشكلة، بس على أنا فكرة المسلسل عاجبني جدًا. إحنا بُص، يعني برضه في شوية مشاكل، أنا ما بنقولش يعني إن هو في طبعًا بس حاجات بسيطة جدًا، حاجات بجد لا ممكن تُضخم يعني. يعني بالضبط، يعني وبعدين هاقول لك حاجة، أنت مع الحجم ده، مع حجم الأحداث دي، مع حجم الشخصيات دي، طبيعي جدًا يبقى في خط بالنسبة لك مُفضّل عن خط تاني، طبيعي جدًا يبقى في خط أنت فاهم قصدي، أنت ما حبيتهوش شوية، بتفضّل شخصية عن شخصية، طبعًا إحنا عندنا يعني شخصية مثلًا سائق الشاحنة.
الخط بتاعه كله ممكن برضه يكون أنا أحمد أنت هتضيع الخليج العربي كله. أنا يزيد والله يزيد محرج عليا ما أجيبش سيرته، ولا أنا يعني سائق الشاحنة. أيوه مشيها كده. الخط بتاعه كله فعلا احنا ممكن نستغنى عنه بعيدا عن ادائه، علشان هو يعني حاجه صعبه بصراحه، بس يعني هو حتى الخط بتاعه كله ممكن يبقى فيه سبحان الله، ودي حاجه بقى يعني دي حاجه بتاعت ربنا. يمكن مشاكل المسلسل كلها اتحطت في الخط ده. ممكن لو نسمي شويه احداث لا منطقيه تتحط في الخط ده. فجاه مثلا لما كان داخل بالعربيه مع صاحبه، وصاحبه استشهد، والمفروض ان الطريق بقى صعب ومليان ومقفول ومليان مش عارف وايه، تاني يوم الصبح لقيناه قدام المستشفى. فاهم؟ فكره ان هو أنا حذرتك يا أحمد وأنت في النهاية حر. ما يعني انا بقول لك فبس تاني، ده حجمه قد ايه من المسلسل، حجمه قد ايه من الاحداث، حجمه قد ايه من الشخصيات. احنا عندنا اياد نصار عمل دور من افضل ادواره ومن افضل اداءات رمضان، وممكن الموسم يخلص ونقول هو رقم واحد عادي جدا بجد. صح؟ دور، عارف احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن مناعه واحنا بنقول هند صبري مش مرتاحه، هنا بقى يد العكس تماما، مرتاح كانه ما بيمثلش يا يزيد. عارف انت، صح. هو واخد راحته خالص. يمكن كمان علشان اللهجه وعلشان كل ده كنت ساعده. حقول لك لأنه إياد بيتكلم بلهجة الأم فماخذ راحته بالظبط بزيادة. ايوه فاهم، حاجه كده ايه، وهو بيهزر وهو بيتعصب وهو بجد بجد ليه شويه مشاهد عملهم حلو قوي. منة شلبي، على فكرة منة شلبي احنا الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم على أول 4، 5 حلقات ما كانتش لسه بالنسبة لي إيه، يعني دي مش منة، بس مع الوقت بدأت تلبس الدور أكتر، بدأت تاخد راحتها أكتر هي كمان، بدأت تحس إنها تاخد على الجو، أدائها فضل في تصاعد طول الحلقات. عندنا يعني عندنا حاجات كتير، عندنا كامل الباشا. عندنا يا أنت عديت على الحبايب كلهم ورا بعض. أنا عندي منة شلبي أحسن أداء نسائي في مصر في النص الأول، فتح كلام يعني. يعني كامل الباشا، أنت شايف ظهور كامل الباشا إيش عمل في المسلسل كله في التقييم كامل؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو إزاي كده؟ أنت إزاي أنت لسه ما شفت فيلم كولونيا صح؟ لا لسه، لا لسه. أنت لما تشوف فيلم كولونيا مش عارف، بس كامل الباشا عمل أحسن أداء في حياته في كولونيا ومكمل في المسلسل هذا بنفس الطريقة. إيه السلاسة دي؟ إيه السلاسة دي؟ في الحلقة بتاعة عفرة، أنا حافظ الحلقات بأساميها يا يزيد. باسمع. أنا في حلقات اتفرّجت عليها مرّتين، أنا الحلقة ال10 بتاعة الفرح اتفرّجت عليها مرّتين. فرح. الحلقة بتاعة عفرة المونولوج اللي قاله أنا عِدته 3، 4 مرّات. إيه الجمال ده؟ ما فيهوش حاجة يا جماعة، ما فيهوش، هو مونولوج، هو بيتكلّم، بيحكي عن مراته بمنتهى البساطة، ولا بقى ولا كادرات ولا كاميرات ولا حركات، الراجل قاعد وبيحكي، بيحكي حكاية بس قاعد وبيحكي حكاية. إحنا كُلّنا قاعدين بنسمعه. إحنا كلّنا قاعدين بنسمعه، أنا كتبتها وراه، أنا كتبت المونولوج أنت وراه. حتى أنا نزّلته في تغريدة أعتقد شُفتك يعني كاتب. ما قدرتش، أنت فاهم قصدي، اتفرّجت عليه أول مرّة، رجعت اتفرّجت عليه تاني، التالتة لقيت نفسي باكتبه. أداء رهيب، وغير الأداء تصميم الشخصية كمان نفسه، تصميم كل شخصية طبعًا منهم، بس تصميم شخصية بما إننا إحنا بنتكلم عنه يعني، الراجل الكبير هو أكبر واحد فيهم، هو عدّى بكل حاجة تقريبًا حصلت في الصراع العربي الإسرائيلي، جذوره في الأرض. الراجل عنده ألزهايمر، والحاجة الوحيدة اللي فاكرها زي اسمه، زي كَف إيده، الطرق بتاعة غزة. إمم. شُفت شخصية وصفه لدير البلح كيف؟ شخصية إياد نصار طول المسلسل بتتوه، علشان معالم البلد كلها اتغيّرت بع ب ب أيوه. علشان القصف والحرب وكده، المعالم كلها اتغيّرت، طول المسلسل بيتوه، ما بيعرفش هو فين وبيحاول الموضوع مش سهل يعني. الراجل عنده ألزهايمر وعاري امشي يمين، امشي شمال، جذوره في الأرض. وصف له وصف له إياه بالشارع. أنا حبيت المشهد هذا لأنه أنا أهلي من دير البلح أصلًا، المنطقة اللي كان يوصفها لي إياد. فتفاصيل بقى صغيّرة كده في الشخصيات، إياد نصار والخلفية بتاعته ووضع بناته في الضفة، ودي كانت حاجة كويسة أوي برضه إن هي تتجاب. فكرة إن هو هو مش فدائي،
هو مش بتاع شعارات، هو راجل عايز يعيش، بمنتهى البساطة عايز يعيش. يعيش. أنت فاهم قصدي؟ وعلشان كده أنا حبيت جدًا المسلسل، وإحنا كنا قُلنا الكلمة دي المرّة اللي فاتت وإحنا بنتكلم يا يزيد، إن هو مش بمنتهى البساطة يعني جه حَط كده كاميرا فوق يالّا نصوّر الإبادة في غزة، يالّا نصوّر الدمار اللي في غزة، وده أنا مش باقلل منه، بس اللي هو عمله واقعه كان أكبر عليّا، هو نزل عيّشنا مع الناس دي، صح. نزل عيّشنا قصة ممكن تحصل لأي حد فينا في أي مكان في الدنيا، الفرق بس إن دول في غزة وإحنا في مكان تاني. إحنا شُفنا الناس دي وهُم بيفرحوا، شُفناهم وهُم بيهزروا، حلقة الفرح دي فيها شوية كوميديا، كوميديا، صح. يعني كوميديا تهلّكك من الضحك، وبعد ما بتضحك تلاقي نفْسك بتدمّع، علشان أنت عارف أنت بتضحك وأنت عارف هُم بيهزروا وهُم موضوعهم عامل إزاي، هُم بيهزروا من غُلبهم، أنت من كلامك أخدت خلاص، أنا عرفت جوابك على السؤال اللي كنت حاقول لك إياه، كنت حاسألك إيش أكتر حلقة حبيتها في المسلسل، بس أنت أكيد ال10 أكتر حلقة حبيتها في المسلسل. بُص يعني حلقات كتير بصراحة، حلقات كتير أوي، بس ال10 أنا عشان زي ما باقول لك أنا اتفرّجت عليها مرّتين، هي ممكن ما تكونش أتقل حلقة، أو ممكن ما تكونش يعني في مثلًا الحلقة ال7 بتاعة النكبة، دي برضه كانت صعبة هذه أوي، قاسية، صعبة قاسية أيوه. أوي، أوي. أيوه. الحلقة بتاعة عفرة زي ما بنقول لك برضه كانت تقيلة، بس ال10 عارف لمّا تحس إن أنت فرشت وقعدت معاهم، إمم. إياد نصار في آخرها وهو بيقول لها: "أنا بس مستني الصبح يطلع، الشمس تطلع عشان أقول عدّى يوم من غير مشكلة." يا الله! يعني بجد حوار ممتاز، سيناريو ممتاز، أداءات ممتازة، شخصيات مرسومة، قصة تتعلّق بيها. ح أنا عارف الواحد ممكن يبقى بيتكلّم دلوقتي كده حاسس إن هو يعني بي بي بس يا جماعة بجد المسلسل حلو، بجد المسلسل حلو. تاني وعارف دي ممكن يبقى شكلها وِحِش أو واقعها تبقى مش عارف إيه، القضية كده هتعيش طول ما إحنا بنتكلّم عنها، القضية كده صح. هتعيش طول ما في أعمال زي كده بتتعمل عنها. آآ بس أنا جاي النهارده أقول لكم إن المسلسل حلو وممتاز بعيدًا عن القضية، إمم. بعيدًا جدد عن عنها. موضوع فلسطين بالكامل، اعتبره يا سيدي بينعمل في المكسيك، برضه مسلسل حلو حتحبه، مسلسل مشدود. بالضبط. وبكفّي يعمل يعني إنه إحنا ما تكلّمنا عن جزئية إن هم مهتمين في التفاصيل في المسلسل هذا، يعني عشان يبيّنوا لك في الحلقة الأخيرة إنه في أمل طلّعوا لك الولد لابس تيشيرت الأهلي، هذا اهتمام في التفاصيل بحد ذاته. حبايبنا تخيّل لبّسوه الزملكاوية. الزمالك في آخر حلقة، كان انقطع آآ وهو واقف. هو أصلًا يعني هو لمّا كان بينكِّت على نَفْسه بيقول له: "أنا غزاوي وزملكاوي." الحاجات يعني ما بدّك أنحس من كده. الحاجات الصغيّرة ديّة، الأغاني اللي بيغنّوها يا زيد، تحس إن هو المسلسل قرّر إن هو يبقى توثيق لليوم الفلسطيني، للشارع الغزاوي. هو بالضبط كده المسلسل. أنت فاهم قصدي إزاي؟ إحنا في الخلفية طبعًا في الإبادة وفي الظلم وفي الصهاينة ولاد 60 في 70 وفي كل ده موجود، وكل ده واخد يعني واخد مساحته، بس إحنا مش جايين نقول كده، إحنا جايين نقول إن الناس ديّة مش مجرد أرقام، الناس دي مش مجرد عدد شُهدا، الناس دي مش لا، لا، لأ، دول ناس ليهم زيّهم زيّنا بيهزروا وبيعيطوا وبيغضبوا وبيقولوا يا أخي العن بتاع زيّنا، وده مهم، ده صح. أنا ده كان مهم بالنسبة لي إن أنا أشوفه. من غير أي وب أفورة، من غير أي أفورة. وباورّيك تفاصيل يا أحمد، الناس يعني فئة كبيرة من الناس هو مش مستعد يفتح أخبار أو يعرف إيش تفاصيل معيّنة، زي دايمًا بيقول لك ليش الناس بتطلّعوهم من غزة يروح يتعالج في مصر ويرجع، لا يا حبيبي في صعوبات وفي 17,000 خطوة حتنعمل عشان الموضوع مش توصل أنت لهذه بالسهولة دي، النقطة بالضبط. أساسًا. أنا حبيت إنه المسلسل يعني ضوّى على الأشياء هذه، في ناس مش مستعدة تفتح أخبار، بس هي حتتفرّج مسلسل، حتفهم من المسلسل. يعني علشان كده أنا بجد زعلان إن هو ما اتشافش. يا جماعة والله العظيم من غير أي يعني المسلسل ده ما يفرقش أي حاجة في الجودة وفي الأهمية عن حاجة زي مثلًا صوت هند رجب، صح. يعني صح. بمنتهى الأمانة، بمنتهى الأمانة، إحنا اتكلمنا هنا أنا ويزيد وقُلنا الحاجات اللي إحنا خايفين منها من قبل المسلسل ما يبدأ أصلًا، وقُلنا إحنا قلقانين من 1، 2، 3 وقُلنا إحنا قلقانين من المُخرج، وقُلنا قلقانين، وقلقانين، وقلقانين. بس بجد لأ، برافو،
برافو. لا وتحية ده بترميم الصراحة، اللي إحنا م ما بنجي إلا في التهزيء. طب مليون في نشكر المِيّة. بترميم لمّا بيعمل حاجة حلوة يا جماعة الخير. مليون في المِيّة. ما فيش حلقة filler يا يزيد، ما فيش حلقة فيها. والصعوبة أنت بتتكلم عن مسلسل، الفيلم هو فيلم مشدود معاك ساعة ونُص، لكن أنت هنا 15 حلقة وبرضه ما صار فيها هبوط، هذه مش ولا سهلة. ولا حلقة حسيت إن هي أيوه، هذه مش ما لهاش سهلة. لازمة. صح، صح. وكل حلقة مشدودة على خط، وكل حلقة مشدودة على موضوع، وكل حلقة والمسلسل فيه جرأة. يعني في شخصيات كتير معانا ممكن نعتبرها شخصيات رئيسية، المسلسل ضحّى بيها، علشان أيوه هو ده هو ما فيش عزيز، هو ما صح. فيش عزيز، وهو هو هذا الواقع، هو ده وهو هذا الواقع بالضبط، أصلًا. بالضبط، بالضبط. ف يعني المسلسل ده تاني هو مش بس توثيق للإبادة وللمأساة اللي في غزة، وللمأساة اللي في فلسطين كلّها مش بس غزة، كمان هو توثيق زي ما كنا بنقول من شوية للحياة الفلسطينية، لل 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 ومنتج درامي بعيدًا عن القضية كمان مرّة، منتج درامي ممتاز مشدود من البداية للنهاية، سيبك من القضية بالكامل، بتتابع مسلسل بدك المسلسل 15 حلقة ممتاز في النُص الأول أصحاب الأرض، وانسى قضية فلسطين. بس. فبجد المسلسل ده يعني ما أعرفش لو كان اتعرض برّه رمضان كان ممكن يبقى أفضل له والّا لأ. كان الصدى لو عليه أكتر يعني 100%. فاهم قصدي إزاي، وكنت هتلاقي كل حلقة بتنزل لو نزل مثلًا كل حلقتين صح. كل أسبوع أو حاجة كده أو بتاع، ممكن كان الصدى يبقى أكبر. بس برضه بارجع وأقول بس هو برضه قبل ما ينزل هو كان عليه هجوم وكان، فلو في حد بيثق في رأينا، وإحنا يعني مش دايمًا صح، أكيد طبعًا هندّيكم ترشيحات وما تعجبكمش أو حاجة أو كده، بس بجد، بجد المسلسل ده يستاهل إن أنتم تتفرّجوا عليه، يستاهل إن أنتم تتكلّموا عنّه، يستاهل إن أنتم تحاولوا تخلّوا أكبر عدد ممكن يتفرّج عليه، من أول التتر، من أول التتر لغاية أنا تتر معجب البداية. بالتتر يا أحمد. إيه ده! إيه الجمال ده! إيه الموسيقى التصويرية دي! والصورة اللي بتختم فيها الأغنية آخر صورة تبعة حنظلة. ي هان بيتنا وهان بنضل. أيوه. الكلمات الفلسطينية اللي أنا في كلمات كتير ما كنتش أعرفها خلاص عرفتها إمم. وبقت سهلة على وداني، هان وهالجيت هو هو يعني كمان نظام التحليل الجديد اللي صار إنه كل حلقة بنكتب عنها في تويتر، هذا المسلسل كان حيستفيد منها لو نزل برّا رمضان، إنه الناس كلها حتتابع، وهذا المسلسل بيستاهل إنك تحلل كل حلقة لحال، لإنه كل حلقة كأنها فيلم تقريبًا. معاك حق، إحنا عندنا خط رئيسي ماشيين فيه، بس كل حلقة تحس إن هي ليها موضوع أو فيلم. أو بالضبط، أو بتشاور على حاجة أو والله العظيم يا جماعة وحياة ربنا الموضوع مش مستاهل حلفان يعني، بس بجد، بجد المسلسل ده يستاهل كل دقيقة من وقتكم. أتمنى ممكن يبقى في رمضان صعب، أنا فاهم، ممكن يكون في ناس بتستتقل المحتوى اللي زي كده، بس بجد، بجد، بجد يستاهل وقتكم. اتفرجوا عليه بعد رمضان ما يخلص، ادّوا له فرصة، خلّوه ينتشر أكتر لإنه فعلًا يستاهل، بجد يستاهل. أتمنى نكون اتكلمنا عنه كفاية، أتمنى نكون ادينا له حقه، لإن خلاص دي آخر مرة هنبقى بنتكلم عنه. آآ أتمنى نكون ادينا له حقه قد ما نقدر، وطبعًا وطول الوقت وكالعادة يعني ربنا ينصر إخواتنا في فلسطين وفي غزة، وينصرهم على الصهاينة، آمين يا رب. طيب إحنا بدأنا الحلقة بمحتوى تقيل شوية، بس محتوى يستاهل. خلّينا نروح بعد كده على حاجة أنت المفروض إن أنت كمّلتها، أنا لسه مش عارف أنت كمّلتها والّا لأ. وأنا كنت اتخلّيت عنها بدري. آه. هل يا ترى بقى أنا ظلمت منّاعة بعد ما سِبته بعد حلقتين وأنت لا ما ظلمت، أنت أعقل مني بكتير يا أحمد، أنت أعقل مني بمراحل. أنت قُل قُلت لي بدأنا الحلقة بمحتوى ثقيل، فإحنا نروح في الجزء الثاني في حاجة لمحتوى أهبل، اللي هو مناعة. قُل لي أنا وصلت مناعة لفين، قُل لي. استفزني. أنا كمّلته قفّلتها مناعة، أوكي، قُلت لك حاخلّصه وخلّصته. احكِ لنا بقى خلاص أو المايك معاك أنا مش هاتكلّم، اتفضل. زعلان على نفسي أنا الصراحة في التجربة هذه، وزعلان على هند يعني. فضفض، فضفض يا حبيبي. كتبت أنا بعد ما انتهى المسلسل، أنت أحيانًا بتتابع مسلسل عشان بتحس إن واحد من الأبطال أداؤه حلو، أو الكتابة حلوة، أو الإخراج حلو، المهم إنك بتمسك في عنصر معين وبتكمّل فيه وبتتغاضى عن الباقي. مناعة ما شاء الله تبارك الله ولا عنصر كويس، ولا عنصر كويس. أنا زعلان إنه هند صبري بعد التجربة اللي صارت عندها، يعني هي نجمة صف أول الآن المفروض تعتبر عربيًا،
يعني المفروض إنها انتقائية وعندها رفاهية إنها تختار ناس، تختار حتى أبطال، مش حنضحك على بعض، في العالم العربي بيفصّلوا طبعًا، الأعمال طبعًا. للنجوم، تطلع في منتج رديء زي كذا، لا قصته حلوة ولا حتى إخراجه حلو ولا الcast كان مشجّع ولا أداء هندي كويس، يعني أنتِ لو غِبتِ كمان سنة سنتين عن رمضان أحسن لي من إنِّك تطلعي بحاجة شبه اللي طلعتِ في منّاع. وفكّرني هي متهيأ لي بقى لها فترة ما اشتغلتش في رمضان. أعتقد آخر حاجة اشتغلتها في رمضان اللي مع أحمد عز، هجمة مرتدة في 21 تقريبًا. صح، صح، أيوه، بس يعني برضه من فترة برضه. 21، 5 فرجوع سنوات تقريبًا. رجوع بصراحة أنا أزعل أنا منها عندي والله. أهون على قلبي إنها تغيب ولا إنها ترجع بحاجة زي كده. وهو حتى واضح المسلسل ما حدش اتكلم عنه، ما حدش اتفرج عليه، ما حدش لا يعني ما المسلسل رديء، إمم. مسلسل رديء من الألف للياء، يعني حاولت أدِف، حاولت أعطيه أي مجال، حاولت يا سيدي إنه مستوى هندي يطلع حلو أقول العبارة اللي قُلت لك إياها الحلقة اللي فاتت، إن المسلسل ضعيف لكن هند كانت كويسة، ولا حاجة كويسة، ما فيش. زي ما بدينا زي ما انتهينا. فيعني حتى حرام إنه ناخذ منه وقت في الحلقة إنه نتكلم عن مناع، هو كده تمام. طيب أي حد بقى عايز يتفرج على منها يهرب يا جماعة، يزيد انسى الموضوع، انسى الموضوع، انسى الموضوع. يزيد يحذّرنا. مع كامل إمم. حبي لهند يعني. طيب تمام، أنت خدت وقتك وأنت بتكلمنا عن مناعة، وعن قد إيه هو كان تجربة سيئة بالنسبة لك. أنا دلوقتي عايز أعترف بحاجة، أنا آسف ليك، وآسف لأي حد اتفرّج علينا الحلقة اللي فاتت وخَد كلامي يعني بجزء من ال م م من الثقة. آسف لأي حد أنا رشّحت له هي كيميا وقُلت له ده مسلسل كويس. آسف لأي حد أنا جادلته في أول 7، 8 حلقات من المسلسل قُلت له لأ، ده مسلسل كويس، أنت إزاي بتقول عنه كده؟ آسف لنَفْسي، أنا أبقى عيّل قدّامك أهوّة قدّام الناس، أبقى عيّل لو اتفرّجت للراجل ده على حاجة تاني. امسكوها علّم عليّا، عليك يا أحمد، امسكوها رجع علّم عليّا، عليك. امسكوها عليّا. أنا أبقى عيّل، أنا هاطلع كده وأقول لكم أنا عيّل، أبقى عيّل لو اتفرّجت له على حاجة تاني، مش ممكن. بُص أنا كنت باقول لك إيه الحلقة اللي فاتت أول 5 حلقات كمّل معانا الكلام ده لحوالي 7 حلقات كمان مثلًا، 8 بالكتير، بعد كده إيه ده؟ إيه السخافة دي؟ إيه ده؟ إيه لأ ما فيش. المسلسل ده أقطع دراعي هم كل اللي كان معاهم 6، 7 حلقات، في إيديهم كده ماسكين كده ورق 6، 7 حلقات. إيه يا ريس هنعمل إيه؟ دول 7 حلقات، ما ينفعش لازم يبقوا 15. طب بس تعالَ بس ندخل وإن شاء الله ربنا هيكرم وإحنا شغالين. ما لهاش أي تفسير تاني، ما لهاش أي تفسير تاني. كل ميزة كانت في نُص المسلسل الأولاني اتقلبت لعيب، كل حاجة عملوها صح قرروا إن هم يشطبوا عليها. مش ممكن، مش ممكن. الموضوع قلب بقى، كنت باقول لك إفيهات وكوميديا موقف وكوميديا متنوعة ومن هنا ومن هناك وال3 مع بعض والكيميا ما بينهم وبتاع، كل ده انسى يا معلم خلاص. بقينا بس ماسكين على إفيهات سخيفة كلّها بقت خلاص مُعتمدة بدرجة كبيرة جدًا 90% منها بس إيحاءات جنسية، ويا ريت بتضحّك، وحاجة منتهى ال يعني هاحاول إيه هاحاول أمسك نفسي خلّيك عاقل يا أحمد. أيوه، أتقصّى يعني إيه أقصى درجات ضبط النفس. سيء، سيء. ميشيل ميلاد اتهمِّش تمامًا واتحط في خط واحد كده تافه وسخيف ومالوش لازمة. مصطفى غريب انطفى. دياب فضل يحاول بس خلاص ما بقاش في حاجة صح، ما بقاش في حاجة بتتعمل صح. في شخصية موجودة في البوستر، محطوطة في البوستر اللي أنا قُلت لك الحلقة اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت إحنا كنت اتفرّجت على حوالي 5 حلقات تقريبًا، قُلت لك في آخر الحلقة الخامسة في شخصية جديدة ظهرت ودي ممكن تزُق الأحداث معانا شوية، ما كمّلتش حلقتين، كل اللي عملته 3، 4 مشاهد في المسلسل. زي ما طلع زي ما مشى. إيه ده؟ إيه ده؟ و و و لا، 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 لأ، 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 لأ. أنا يعني ما أنا يعني مثلًا من الحلقة التاسعة خلاص خلص. لو حد لسه مثلًا في حدود السابعة، التامنة وقّف يا معلم خلاص، ما فيش أي حاجة بتحصل بعد كده، ولا حتى الضحك. أنا قُلت لك الحلقة اللي فاتت أنا مش طالب منه حاجة، أنا ولا عايزه يقفل قفلة قوية، ولا عايزه مش عارف إيه، ولا مستني السيناريو، ولا مستني البتاع، أنا عايزه يضحكني شوية كل حلقة وخلاص.
جُم في النُص التاني منّه راحوا ساحبين ميلاد ميشيل ميلاد من الموضوع، ومطلّعين يعني طيبة الذكر مصدّرينها في المشهد، وخُد عندك سخافة بقى، خُد عندك سخافة بقى يمين وشمال. حاجة يعني بجد فرصة مهدرة. المسلسل كان بادئ حلو جدًا، بس تاني أنا اللي غلطان. أنا اللي غلطان. أنا كل سنة بيحصل فيّا نفس الموضوع. أنا مش يعني عامل لي عمل بقى، أنا باستعبط مش عارف، بس يا عم أنا وعد عليّا أهوّة يا يزيد قدّامك وقدّام الناس مش هتتكرر تاني. والله لو عمل لو جه السنة الجاية كده قال لك أصل هو السنة الجاية هييجي لنا ب3 مسلسلات على الأقل والّا بمسلسلين، ما أنا عارف. لو جه قال لك دينيرو وديكابريو وإخراج سكورسيزي وسيناريو مهاب طارق، أنا مش هاتفرج. مش هاتفرج خلاص. ف هي الفايدة من هذا المسلسل يا أحمد إنه ما أكون أنا لبست خازوق لحالي في النص الأول، يعني كده في تساوي بيني وبينك فاهم؟ وأنا حرام أتابع مناع على حالي وأنت تتابع كل يا مسلسلاتك عم والله الحلوة. العظيم أنا ما سألتكش قاصد قبل. أنا ناعي همك. أنا خايف تكون اتفرجت عليه. لا ما خايف شفته، لا الحمد لله رفضت أنا. خايف تكون يعني أنا ممكن مثلًا أروح أعمل لك مونتاج من أول 5، 6 حلقات بالمشاهد الكويسة، هاضبطه لك أنا في مونتاج كده وابعته لك، أقول لك أدي اتفضل يا معلم. الكام ملخص لقطة الحلوين اليوتيوب أهو. أنا باحب بس، الفكرة هذه. بس وخلاص. أنا هاعمله لك ما تقولش حاجة صعبة أوي، حاجة صعبة أوي، أوي، أوي يعني بجد. أنا اتعصبت. خلّينا اليوم كان مغيث كاتب حاجة شبيهة من الكلام اللي أنت بتقوله، إنه زمان كان عندنا معتقد إنه الدراما المصرية بس مشكلتها إنها 30 حلقة. وإنه أول ما ننزل ل15 الدنيا حتتحسن، إحنا حتى الحين للأسف ال15 صرنا بسبب الاستسهال نشوف حاجات زي الزفت يعني. حاجة غريبة، حاجة غريبة والله العظيم، يعني بجد حاجة غريبة. أنت أنا مش عارف بتشتغل ليه. يعني 15 يعني حرام إنه 15 وكمان ما تطلّع جودة حلوة. اللي هو يعني أنا فاهم إن هي الفرق مش كبير أوي 14 من 15، بس أصحاب الأرض خلّص قصته في 14 وقف. على راسي. أنا عارف إن ممكن الفرق ما يبقاش كبير، بس الحلقة دي ما هو كان ممكن يحشوها أي حاجة. ما كان صح، ممكن دخل في التقييم يطوّل. نفسه. أنت فاهم، كان ممكن يطوّل مش عارف إيه، حلقة من دول يقسّمهم على 2 ويطوّل المسافة صح. وهُم ماشيين. فاهم قصدي؟ كان ممكن يعمل كده. بس يا جماعة والله العظيم الحاجات دي بتفرق، بجد بتفرق في الآخر. فلأ هي كيميا. بتفرق في التقييم. أنا أفتكر من كام سنة لمّا كان في لكريم الشناوي الهرشة السابعة. آه. الهرشة السابعة انتهت أحداثه بالقفلة الممتازة والعمل 10 من 10. الحلقة 14، الحلقة 15 جابوها بس جابوا إنه كان عملت بودكاست أمينة خليل مع ماجد الكدواني، أيوه، حلقة أيوه، ما إلها أيوه. أي داعي. إمم. هو لو قفل في 14 وقتها زي ما أنت قُلت 10 من 10. اقفل يا عم 13، 14 اقفل، اقفل زي ما صح. أنت عايز. إيه اللي هيحصل يعني؟ إيه اللي هيحصل؟ في مسلسلات مخلّصة أصلًا من يوم 13 رمضان، يعني متهيأ لي سوا مخلّص بدري أوي. سيبك من أنت فاهم؟ سواسية يا عم. ف ما هو يعني بالمرّة بقى، بالمرّة بقى. ف أنت ماسك واقف له على التكة حبيبك ابن خلاص. عشان دي آخر مرّة، عشان أنا بعد كده مش هاعرف هو عمل إيه. عشان بعد إن كده شاء الله حنجتمع رمضان الجاي لو ربنا أعطانا عمر يا أحمد، آآ وأنت حتتابع مسلسله برضه. يا عم يعني لأ، لأ، مش إن شاء الله مش هيحصل، إن شاء الله. طيب إيه ندخل على إيه؟ ندخل على حبيبك، إيه رأيك؟ يالّا كان يا مكان وماله. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان. إيه ده بقى؟ قُل لنا بقى إيه ده؟ كان يا مكان حابدأ الكلام من اللي أنت انتهيت منه في المسلسل اللي فات كينو. كان يا مكان كان تمامه 7 حلقات 8 حلقات. مسلسل قصير تنزّله off season. كان طلع يعني أجود من كده، مش حاقول ممتاز، أيوه بس أوكي. 15 حلقة كتير عليه يعني. 15 ما في أحداث ل15 حلقة. واستفزني المسلسل. أنا ضليت يعني ما تابعت ماجد الكدواني. إحنا حرفيًا كنا بنتابع 3 ستات مهابيل كل واحدة منهم عندها عقدة نفسية، اللي هي مرته وأختها وأمهم. يعني و وليه؟ المسلسل خلص في الآخر وأنا ما عرفتش ليه. ودير وأنا انتهى أنا المسلسل والأستاذة يسرا اللوزي برضه لاوية يبوزها. طب عرفوني هي ليش بالض لاوية يبوزها أصلًا؟ يعني أنا قُلت لك المرّة اللي فاتت بقى لو خدنا مثلًا 3، 4 حلقات، بلاش 3، 4 يا عم حلقة. تمام. نشوف بس إيه اللي حصل، نشوف الراجل ده فعلًا ما يمكن مش كويس، ما يمكن بيتعصب، ما يمكن بيطفّي سجاير في كتفها بالليل، ما يمكن أي حاجة. فاهم؟ وحتى شخصية ماجد يعني أنا استفزتني إنه كتابتها هبلة. انتهى المسلسل وكل ما ياه! تسأله بنته وإيش السبب، بعدين هاقول لِك. والمرة بتقول لها برضه بعدين هاقول لِك. وانتهى المسلسل وهُم لسه ما قالوا اللي بعدين حيقولوه، والمشاهدين لسه قاعدين يستنوا. مش ممكن. وبعدين المسلسل منتهي
يعني المشهد اللي قبل النهاية على طول بعت له البوليس جايباه من قلب الاستاد هو والبت، وبعد كده عادي خلاص مش إيه يا نهار أسود! يا نهار أسود! وبعدين أمها بتكرهه كده ليه؟ ده حرفيًا في الحلقة الأولى جايب لها بتاع دهب قد كده، شاريها لها هم زي فلوس هم أنت باقول لك هي فاهم؟ قصة المسلسل 3 نماذج ستات كلّهم مختلين، يعني هي أختها التانية اللي صاحية والحب و المازوخي اللي كانت بتحبه لخطيبها هذاك بدها تطرد أهلها عشان تتزوجوا، إيش وفجأة في الحلقة الأخيرة، في آخر ثانية في الحلقة صحيت الأخيرة والمأذون صحيت موجود، مش حتى مثلًا في أول الحلقة والمأذون قاعد، لأ حاسب إيه ده؟ إيش هذا؟ ي ي ودور ليه؟ نصر اللوزي نفسه اللي هي نامت صحيت من النوم بدها تتطلق، وحبت واحد كان بيبيع نحاسيات، نامت صحيت قالت أنا بدي أرجع أحب اللي كنت باعرفه في الجامعة من 16 سنة، دخلها الدولاب طلعت من الدولاب خلاص قررت إن هي عادي. غلطت مع ماجد آه. الكدواني وتعتذر له في المحكمة، إيش العبث اللي إحنا بنلف فيه قاعدين في وبتبلّغ المسلسل؟ عليه البوليس قبليها، وشايفة بنتها بتركب عربية أول حاجة عملتها طلعت تجري على الراجل تقول له اتجوزني. كان في هبل كثير يعني. أنتم بتعملوا ليه كده؟ بتعملوا كده ليه؟ يعني فاهم قصدي؟ بتعملوا ما أعرفش بصراحة، مش عارف تاني أنا باحب ماجد الكدواني وأنا و للأسف لأ قصدي وإيه وصُحبته ما كانتش مملة، يعني صُحبته ما كانتش وحشة، الراجل عمل يعني فاهم، ليه كام مشهد حلوين، ليه كام مش عارف إيه بتاع، بس يعني وأخته وجوزها وبتاع، أنا مش مهتم، إيه بتعملوا إيه يا جماعة؟ كان أنتم بيعافر بتعملوا إيه؟ لحاله في المسلسل هذا. فعلًا ما فيش أي حد قصاده، يمكن البنت شوية برضه ما كانش عندي مشاكل معاها بصراحة، شطورة البنت، لكن شاطرة. البنت كانوا ممكن يعني يدخلونا في شخصيتها أكثر، إنه افترضنا ماجد الكدواني في الحلقة ال7 والثامنة قال لها والله أمِّك رفعت علي دعوى نفقة وأنا معطيها نفقة، إحنا لا قاعدين أمِّك باعت أيوه، عفش البيت، أيوه، سيبوا البنت تقرر ودخلونا في خط الأحداث هذا أكثر، وإحنا قاعدين للحلقة 14 أصلًا هو بيقول لها بعدين حاقول لِك، بعدين حاقول لِك يا أنت جماعة فاهم، طب الخير. أنا بقيت والله العظيم أيوه يا عم هي ليها حق أصلًا تلعنك وتلعنها، هو إيه ده؟ أيوه، أنت فاهم هو كانت شخصيته ملائكية بزيادة أيوه، كده آه. حتى شخصيته هو عصبتني. فيعني مش وبعدين مين برضه يعني ما أعرفش لو فضلنا نتكلم بقى في الأحداث كل حاجة هنقول مين بيعمل كده وليه بيعمل كده وبتاع، فاهم؟ ما فيش حاجة راكبة بصراحة، ما فيش حاجة راكبة. ف فرصة ضايعة، يعني فرصة ضايعة، مش مسلسل مش يعني مش سيء، مش هي كيميا مثلًا مش ممكن ما يكونش مناعة، يعني ما وصلتش لا، معاه لا للدرجة أحسن ديّة، من أحسن آه، منها، أحسن منها. بس يعني ما فاهم؟ عادي، ما فيهوش حاجة، ما وفي فيهوش وفي خط أنا والله حتى ماني عارف هم إيش بيقربوا لبعض في المسلسل، اللي كان بيتحايل عليها إنه يتزوجها وهي ما بدها تتزوجه، لمّا راح دبي زعلت عليه، مش عارف أنت حتلقطهم والّا لأ من تفاهتهم، خط أحداث اللي هي المسلسل، اللي هو ابن خالتها، ابن خالة يسرا بنت خالة يسرا اللوزي، حاجة زي كده أيوه، أيوه، بنت خالة يسرا اللوزي، والعلاقة يعني الغريبة هذا ديّة. الخط هذا كله أنا ليش موجود في المسلسل أنا مش أصلًا؟ فاهم وليه هو يعني من إمتى أصلًا، من إمتى هو اللي عايز يتجوزها وهي اللي مش عايزة؟ بالضبط يعني فعلًا هي دي الخناقة؟ هو عايز يتجوزِك وأنتِ مش عايزة. فمش لأ مش هي فرصة ضايعة، فرصة ضايعة بصراحة، يعني أكيد كان يطلع معاه حاجة أحسن من كده، لو كان عمل جزء رابع من موضوع عائلي، اللي أنا أصلًا ما حبيتش الجزء التالت بتاعه، كان هيبقى أكيد أحسن أحسن من هذا المسلسل. من اللي هو عمله ده. طيب أنا عندي مفاجأة، أنا عندي مفاجأة يالّا ليك وأنا في حاجة عملتها في السر بصراحة. بس من بعد ما صوّرنا الحلقة اللي فاتت تابعت مسلسل كده في السر، حتى ما كتبتش حتى عنه في تويتر ما حدش يعرف إن أنا اتفرّجت عليه، هو مسلسل الأستاذة ريهام حجاج توابع. ف طيب، إيش طلع آه، معك؟ أوكي. بُص المفاجأة إن أنا اتفرّجت عليه، المفاجأة الأكبر إن هو والله مش بالسوء ده، يعني أحمد أنت مسخّن، حرارتك مرتفعة. والله العظيم استنى هاقول لك والله بُص هو مش مسلسل يعني مش أنا فاهم، أنا فاهمك، أنا نفسي مستغرب، هو مش مسلسل عظيم عشان بس نبقى مش مسلسل يعني فاهم، مش حاجة حتى أروح للناس أقول لهم بتاع، بس مش سيء، مش سيء خالص والله، عنده حاجة بيقولها، عنده مشكلة كبيرة هاكلمك عنه بسرعة أوي جدًا يعني عشان لو حد مهتم، لو حد بيحب بريهام حجاج والّا حاجة أو حد يعني بيفكر يتفرج عليه، القصة بمنتهى البساطة ريهام حجاج شهيرة وأسماء أبو اليزيد كان اسمها مش عارف ليلى، كان اسمها ليلى، دول صحاب من وهُم صغيرين، من وهُم في الكلية، وهُم في الكلية شهيرة دي كانت هي الstar هي فاهم
الشخصيه اللي الناس كلها يعني بتتوقع ان هي هتبقى معيده في الكليه، وهتبقى مش عارف ايه، وهتبقى ناجحه، وهتبقى. وبعدين بقى بنروح على مع بدايه احداث المسلسل، في المستقبل بقى بعد يعني ما بيكبروا كده، بنلاقي ان اسماء ابو اليزيد دي هي اللي بقت انفلونسر كبيره، وعندها بودكاست مشهور متابعينها بالملايين، و شهيره، مجرد يعني خلاص بقى ربة منزل، متجوزه وعندها ولد وبنت، وشغاله في شغلانه كده، يعني حياه عاديه يعني. ومتجوزه اللي كانت أسماء أبو اليزيد خاطباه وهُم صغيرين. فدي بداية الأحداث. وبنكتشف إن ابن ريهام حجاج عنده مرض جيني صعب ونادر، اللي هو ضمور العضلات. والأحداث بقى بتبدأ من هنا، إن هُم بيحاولوا يدوّروا له على علاج والحاجات دي كلها. المسلسل بيبدأ في سكة، عارف أنت لمّا بتتفرج على أول حلقتين يا يزيد وتقول إيه، خلاص أنا فهمت الموضوع رايح فين. تمام خلاص، أوكي، هُم هيمشوا مثلًا في السكة ديّة، وهيفضلوا بقى يحاولوا ويفشلوا وينجحوا كده. وده فضل مكمّل معانا لغاية الحلقة السادسة، وبعدين رُحنا واخدين حدث كبير جدًا، حدث لخبط لك كل، قال لك لا، 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 ده المسلسل مش هيكمّل كده يا معلم، أُقف، إحنا مش جايين أصلًا يعني نعمل كده. واصل للسادسة للسابعة، فهو منطلق والله يا حلو. أوكي، أنا خلّصته، اتفرّجت على خلّصته! 15، طب اتفرّجت على والله برافو. 15. تمام، خلاص كده خدنا الصدمة في الحلقة السادسة، وحصل الحدث ده، وبدأنا بقى إيه نadjust تاني، خلاص نضبّط بقى قعدتنا ونشوف بقى، طب أوكي، إحنا بقى هنكمّل في السكة الفلانية. على الحلقة التامنة، بعديه بحلقتين، رُحتوا واخدين حدث كمان، مغيّر برضه كل الخريطة وكل القصة وكل الحكاية. مشكلة المسلسل الكبيرة إن هو بقى خلاص من بعد الحلقة التامنة خلاص بقى تقريبًا ما فيش حاجة بتحصل. يعني هو كل حاجة كانت عندهم تقريبًا عملوها في أول 8 حلقات، 9 حلقات، ادّي له حلقة كمان مثلًا. وبعد كده بقى خلاص بقينا إيه، بقينا بس بنلِف وندور كده حوالين نفسنا لغاية بس ما نوصل للحلقة ال15. وده عيب مش يعني مش قليل، هو ده عيب كبير. المسلسل برضه في عيب كمان، إن هو مليان بقى حِكَم ومواعظ، والسوشيال ميديا اللي أنتم بتشوفوه غير الحقيقة، والناس اللي بتكلموا، أنت آه. فاهم قصدي إزاي؟ والكلام بقى كله إيه، ناس عايزة تبان إن هي عميقة وبتتكلم بالفلسفة ومش عارف إيه، والحياة وقد إيه الحياة صعبة، وقد إيه الحاجات دي فصلتني طبعًا. بس أسماء أبو اليزيد عملت دور حلو أوي يا يزيد، عملت دور حلو أوي، دور شخصية كريهة، شخصية عارف أنت تبقى عايز يعني تلطشها 600 قلم، وعملته حلو. جديد فهي عليه، أسماء ما بتشتغل هذه آه، الشخصيات قبل. وعملته حلو أوي، بجد عملته حلو أوي، شخصية معقدة يعني، فاهم، شخصية عندها حاجات كتير، وعندها وجهة نظر، وعندها سبب في اللي هي بتعمله، وحاجات كده. محمد علاء كان موجود كمان، اللي كان موجود في عين سحرية، هنتكلم عنه كمان شوية. عمل دور مقبول، عمل العادي بتاعه يعني، ما عملش حاجة واو، بس عمل الدور بتاعه. المسلسل كل حاجة فيه بقى ليه علاقة بالمراهقين كان صعب أوي. إحنا من شوية كنا بنتكلم على البنت في كان يا مكان، وبنقول شاطرة وكده، بنتهم بقى في المسلسل ده حاجة صعبة أوي بقى، حاجة غلاسة المراهقين بقى، غلاسة السن ده، بس يعني بس مش إن أنت مش عشان هي بتمثل، هي ما قبولها صعب بصراحة. فيعني مسلسل ممكن تتفرج عليه، حاجة هتعرف تكمّلها، ودي حاجة بالنسبة لي كانت مفاجأة، إن أنا أصلًا كمّلته، دي حاجة كانت بالنسبة لي، أنا كانت متفاجئ. بالنسبة لي ما أنا يعني أنا نفسي متفاجئ بصراحة، مش هاخبّي عليك. بس أنا سمعت عنه كذا مرّة، يعني من كذا حد. صديقنا مهاب رشّحه لي، قال لي: "أنا باتفرّج عليه، والمسلسل والله مش بالسوء اللي أنت ممكن تتخيّله." اسم ريهام حجّاج عليه ممكن يبقى يعني عامل سُمعة سيئة، ودي حقيقة. أنا ما ليش في أدائها، وهي ما عملتش حاجة واو يعني برضه، عشان ما م عادي، عادية يعني، مش سيئة ومش كويسة. أنا بس فكرتي مع ريهام إنه باستكتر عليها موضوع بطولة. يعني فاهم؟ ما بالضبط، أنا معاك، أنا معاك. بس زي ما باقول لك المسلسل ما كانش سيء، ما كانش سيء. ما باقولش يعني مش عارف أرشّحه والّا لأ بصراحة. أول 8 حلقات كانوا ممتعين بصراحة، يعني فيهم حاجات بتحصل، فيهم أحداث، لو طبعًا شِلنا الجزء بتاع الحِكَم والمواعظ بتاع السوشيال ميديا ده، هنلاقي لأ، في مسلسل حلو، وفي مونتاج كويس أوي، الflashbacks اتعملت حلو، لاعبين شوية كده في شكل محمد علاء وشكل هاني عادل، في الأول هتستغرب شوية شكلهم، بس بعد كده هتتعوّد عليهم. فيعني برضه هاني عادل هو شكله ملازمني هاني عادل.
يعني طالع برضه على فكرة بشخصية شبه أوي شخصيته في كان يا مكان، مش بعيد أوي يعني عن هو اللي كان بيعمله. هاني عادل ميزته في التمثيل إنه ما بيعمل يعني شخصيات، هو بيطلع هاني ما عادل هو يعني فاهم، هو نفس اللي أنت شُفته في كان يا مكان هنا بس على مساحة أكبر شوية. زي اللي شفته في كل مسيرته يا حبيبي، مش في كان يا مكان. لأ بس قصدي بنفس يمكن بنفس الأفكار حتى، بنفس فاهم؟ هو نفس الهاني عادل. بس دي مفاجأة حلقة النهارده. والله بالنسبة لي مفاجأة والله. أنا تابعته يعني بالخباثة من غير ما تكتب عليه ولا حرف، ما كانت نمّرنا ما عليك شوية في الtime. ما أنا عشان كده يا حبيبي أنا أنا عارف أنا باعمل إيه. تطلع لك ماشي. طيب عندنا إيه بعد كده؟ أنت ما اتفرجتش على 2 غيرنا مش كده؟ لأ، ما اتفرجتش عليه. طيب 2 لأ. غيرنا ما فيهوش كلام كتير يتقال، مسلسل لطيف، مسلسل لذيذ، مسلسل light، حاجة كده أجواءها جميلة زي ما كنت باكلمك في الحلقة اللي فاتت وفضل مكمّل على ده. النهاية في ناس بتقول لك يا جماعة حاجة كده يعني بسيطة خفيفة لذيذة وخلاص، إحنا عارفين من أول حلقة إن هم هيتجوزوا في الآخر عشان بس إيه ما لا نضحكش على بعض. تطوّلها. عشان ما أيوه. نضحكش على بعض، أنت فاهم قصدي؟ إحنا المسلسلات اللي من النوع ده ما بنبقاش مستنيين يعني حاجة تحصل. الفرق الوحيد يا يزيد بينه وبين كان يا مكان، إن هو كان في حاجة بتحصل. يعني مثلًا إحنا جينا على الحلقة ال12 تقريبًا أو الحاجة في حاجة حصلت نعنشت الدنيا فاهم، والناس بدأت تتكلم عليها حتى على تويتر وعلى السوشيال ميديا بدأوا يتكلموا مين مع ومين مين ضد وبتاع، فاهم قصدي؟ كان يا مكان فشل إن هو يعمل الحاجة دي، إن هو يعمل لك حدث إيه يجمّع الناس أيوه عليه أنا أو أفتكر في يوم من الأيام كان آسر ياسين بيتهزّأ على الtimeline، بس أيوه أنا ما بالضبط مش فاهم إيش أيوه. الموضوع. أيوه. بالضبط حاجة حصلت، حدث معيّن حصل، الناس اختلفت فيه وبقى في مع وضد، دي الميزة بقى عن كان يا كان ما عملش كده خالص بقى، فضل ماشي بنفس ولا حاجة في طول نمرة. أحداثه ده لأ، ده في شوية حاجات بتحصل وكان لذيذ، مسلسل لذيذ يعني فاهم، حاجة light كده تتفرّجوا عليها دمها خفيف فادوا عابد يزيد، يعني شُفت عليها كلام حلو كثير برضه أنا لو خلي بالك. هاقول لك والله العظيم لو هاقول لك اتفرّج على المسلسل ده بس علشانها، هاقول لك اعمل كده، أنا زي كده العسل. حاتابع المسلسل يعني مش ما حفوته، بس زي صعب العسل. الحين خلاص يعني أنت شايف الدنيا زحمت عندنا لأ، ما خلاص. هو ممكن بعد رمضان، بس هي بجد فادو عامر بالذات زي العسل، حاجة دمها خفيف أوي، سحر رامي عملت دور حلو أوي، في وجه جديد يعني هي مطربة اسمها صابرين النجيلي، كمان عملت دور جميل، في كذا حد حتى في ناس يعني أنا حتى ممكن أكون مش عارف أساميهم، اللي كان طالع أخو دينا الشربيني في المسلسل عمل دور جميل، ففي شوية أداءات، في ناس بتحاول، في ناس فاهم، بتحاول تبسطك يعني، فالمسلسل لذيذ، يعني ما فيهوش كلام كتير يتقال، بس هو مسلي ولطيف كده وبتاع، بعد وبيقفل رمضان إن على شاء الله، بعد رمضان. بالضبط أنت فاهم، بيقفل بقى على القفلة اللي إحنا مستنيينها وأغنية العسيلي وبتاع وهوبا بتاع تمام يعني. هو متبني هذا التصنيف، أنت في النهاية ما تيجي تحاسبه وتزعل منه، هو من الحلقة الأولى بيقول لك أنا رايح لا، كده لا، في الأخيرة. هو ماشي على تصنيفه بصراحة من أول حلقة لآخر حلقة. بالضبط أيوه. أعتقد أنت في حاجة تانية اتفرجت عليها أنا ما اتفرجتش عليها في رمضان؟ مصر لأ، خلاص عين سحرية أنا وأنت باقيين. يبقى كده عين سحرية آه. والخناقة الكبيرة تعال وال نختلف أنا وياك شوي. والله هنختلف، ممكن نختلف أعتقد. والمسلسل اللي قالب الدنيا واللي قالب السوشيال ميديا متهيأ لي ممكن ده يكون أكتر مسلسل الناس اتفرجت عليه، وأكتر مسلسل الناس اتناقشت فيه واختلفوا فيه، وبالغوا في الناحيتين، بالغوا في الحب وبالغوا في الكره. آآ بلغوا في الحب أكتر، أنا اليوم شُفت آراء إنه أحسن مسلسل مصري في آخر 20 سنة. شُفت هو هذا الناس جاية من زُحل. شُفت وين يعني هو مش أحسن مسلسل مصري في الموسم هذا اللي إحنا فيه، مش في 20 سنة. طيب اتفضل قُل لنا بقى بعد 15 حلقة تجربتك مع المسلسل إيه؟ عشان أنا عمّال أتكلم من ساعتها. نفس اللي قُلت لك اللي خُفت عليه في صلة رحم صار في عين سحرية. أنا حسيت المسلسل ضرب عرق غباء من بعد الحلقة السابعة والثامنة من لمّا دخل محمد علاء أكتر في الأحداث. أوكي. يعني أول 6 كانوا مشدودين، لكن بعد كده زي ما أنت بتقول دايمًا بكثرة الصُدف، وحسيت في أشياء مش منطقية بتصير. يعني أنت قدّمت لي شخصية شهاب اللي هو المحامي، إنه ذكي وشرير ولئيم وصعب ينضحك عليه. أتقبّل أنا إنه اتغفّل المرّة الأولى في التسجيل حق الكاميرا، لإنه ما كان عارف. إمم. لكن في المشهد اللي في المرّة التانية اللي أنت تعطيه اللي تخلّيه الحدث الرئيسي في الختمة، إنه اتصوّر كمان مرّة وهو واقف بكل انطلاق كأنه على مسرح وقاعد يغني في الفضايح إمم. تبعته،
وتخلّيه هو هذا الحدث الرئيسي اللي تقفل عليه إنه انمسك بسببه، هذا هبل بالنسبة لي. لأنه تصوّرت لي إياه إنه شرير ذكي جدًا، ينمسك بنفس هذه الطريقة، ما تقبّلت. و وشوية اللي عدّى عندي الموضوع إنه حاول المسلسل يفلت في النهاية، هو لو قفلوها بتسجيل كاميرا ومحكمة كان مسحت فيه الأرض آه. كنهاية. لكن هو عدّوها بمشهد باسم سمرة في الأخير مع عصام عمر، واشتروا الناس الحوار هذا وتغاضوا عن باقي الهرتلة اللي صارت. طيب بُص أنا لأ مش هنختلف كتير على فكرة، مش هنختلف كتير. الموضوع بس كُلّه إن أنا بجد والله ومن غير يعني بقى أنت فاهم حاجة، بس أنا ضد الأفورة في التسفيل في المسلسل، وقد إيه هو مسلسل سيء، في ناس وصفته إن هو سيء، وضد طبعًا في المسلسل الأفورة بإن هو أعظم حاجة اتعملت وأعظم مش عارف إيه، أنا ضد بالضبط، الاتنين. هو كده. المسلسل بدأ كويس جدًا، جدًا. خلّينا بس نتفق في حاجة، من المسلسل عنده مميزات فضلت مكمّلة من أول حلقة لآخر حلقة، دي ما حدش يقدر ينكرها. الأداءات التمثيلية من الأغلب على الأقل من الناس اللي هم اللي هم كانوا في الواجهة يعني، أبطال المسلسل، الأداءات التمثيلية من أول حلقة لآخر حلقة 10 على 10. الهوية البصرية بتاعة المسلسل من أول حلقة لآخر حلقة 10 على 10 ما اتغيّرتش خالص، وبالعكس كانت بتعلّي من مستوى حلقات كتير. مشكلتي الأساسية ممكن تكون شوية في الهبوط اللي حصل في نُص المسلسل، تقريبًا التامنة، التاسعة، العاشرة بالتحديد يعني بالضبط. دول. التاسعة بالذات كانت صعبة جدًا، القفلة اللي اتقفلت عليها الحلقة التاسعة ديّة تكسر. حاجة عارف أصل أنا ممكن أقبلها، بس أنت ما دخّلتليش الدخلة دي، أنت دخّلت لي إمم. إن أنت مسلسل عنده يعني قدر كافي من الذكاء في التعامل مع أحداثه ومع شخصياته. لمّا ألاقي حلقة بتقفل بالمنظر ده، لأ، أنا ما ينفعش أعدّيها، بجد ما ينفعش، حاجة تعصّب، حاجة تحرق الدم، بازعل عليك حتى قبل ما أزعل منّك، فاهم قصدي؟ واللي طلع كوميدي أكتر التسليكة اللي سلّكوها في الحلقة الأخيرة، اللي تبع هو صاحبه. اللي هو خُد بالك الفلوس موجودة، أنا اللي قُلت تبع له صاحبه. يُقع. يا جماعة لأ، لأ مش كده، يعني أنت عملت غلطة سيبها، هي غلطة وهتفضل ممسوكة عليك، بس اللي أنت بتعمله ده إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ الموتوسيكل داخل وأنا آسف بقى إن أنا باعمل كده، لإن أنتم اللي بتضطروني أعمل كده، يعني أنت فاهم، أنت اللي بتضطرني إن أنا بقى أمسك المشهد الموتوسيكل داخل في كمين شرطة، في 2 ضباط شافوكم وأنتم بتقعوا، وفي شنطة فيها دولارات، ملايين الدولارات بتُقع قدّامهم، أنت رُحت بقى عملت إيه؟ بعتّ واحد من ورا الضباط خد الفلوس تاني والّا عمل إيه والّا بتاع، يعني إيه؟ يعني إيه أنا دي كانت لعبة وخطة وأنا بتاع، المفروض بقى إن أنا أقوم أسقّف وأقول الله يا عم زكي، على الإبهار، على الذكاء اللي حصل. فاهم قصدي؟ فدي كانت حاجة سيئة طبعًا، موضوع الكاميرا اللي في صدره ده طبعًا يعني حاجة سيئة، لأ أنا أبلع يعني أي حاجة، أي حاجة يا أحمد إلا مشهد متصوّر مرّة ثانية واعترف الاعتراف كامل ونزل في بث على النت واتفضح واتمسك. الله أكبر، الله يعني أكبر. بصراحة كان في مليون طريقة تانية تتعمل، كان في مليون طريقة تانية حتى يعني إن أنت تتعامل مع الموضوع ده كلّه. اعمل كده، حاول توقّعه بتاع، بس معقول هو ده بتاع فعلًا كاميرا في صدره مكان الزرار، أنا شُفتها وأنا باتفرّج يا يزيد، ما أنا ما لهيش الهبل هذا. أنا ما عملتش pause ولا عملت zoom in ولا بتاع، أنا شُفتها وأنا باتفرّج، أنا وقّفت كده قُلت إيه ده! أنت فاهم قصدي؟ فالحوار كمان تراجع بشكل كبير في النُص التاني أو يعني من الحلقة التامنة كده وطالع، بقى في حوارات كتير مش ما لهاش لازمة، عارف لمّا بيبقى في حوار عايز يبقى شكله عميق، عايز يبقى شكله حلو وفي الآخر بيطلع على كلام فاضي، قريت كتاب مش عارف مين بتاع الأمثال الشعبية، هو أنت فاهم؟ وين أصلًا ما كان في من الحلقات اللي أنت قُلتها إحنا قضيناها، نجيب بنت ذكي ونقول لها يا ماما اشربي مَيّة أنا مش شاربة، اطلعي الدرج أنا مش طالعة، وظلت معاندة كده لآخر حلقة بعدين اتصالحت هي وأبوها. هذه كانت إمم، الحوارات اللي في الحلقات الأخيرة. الشخصيات بعيدًا يعني بُص هو استفزتني أنا هذه الممثلة في كمان. في مشكلتين كبار في الموضوع ده، هو كل حاجة كان ليها علاقة بالدراما اللي بين عصام عمر وباسم السمرة، وبعد كده لمّا دخل محمد علاء كانت بتتعمل حلو أوي، ولا غلطة، الشخصيات دول بالتحديد حتى اترسموا حلو، جميل،
بس بتلاقي بقى النقيض تمامًا مع شخصيات تانية، يعني شخصية البنت الدكتورة اللي هي بتحبه ده، أنت لو شِلتها من الأحداث كلّها مش هتحس بأي حاجة، لو في هو أصلًا المسلسل خلص من غير ما حد ما يعبّرها عارف أنت اللي هو إيه. بس اتنمّروا عليها شوية بس في تويتر، هذه الفايدة اللي طلعت فيها. أنا جالي على فكرة البنت كويسة، يعني البنت كويسة، البنت حرام مظلومة، هي الفكرة كلّها في الشخصية بتاعتها، الشخصية مكتوبة مش لو كانت اتشالت كلّها مش هتحس بأي حاجة. أنا جالي فترة يعني جالي مرحلة كده وأنا يعني ممكن تبقى أفورة شوية، بس قُلت ده بيتخيّل إن هي موجودة. عارف أنت أساسًا اللي هو شُفتك كاتبها اليوم. أصل ما فيش، يعني فاهم، ما لهاش وجود، ما لهاش حاجة، ما فيش حد بيعبّرها، ما فيش حد بيتصل بيها في التليفون غيره، الطريقة اللي هو اتعرّف بيها اللي اتعرّف عليها أصلًا إيه ده؟ أنت وصّلتها في مرّة، تاني مرّة داخل بيها ب ببتاع، تالت مرّة جايب لها مصيبة وواحد مضروب برجله، رابع مرّة بيقول لها روحي كلمي ماما قولي لها أنتِ خطيبتي، إيه يا جماعة؟ شوية أنت فاهم؟ منطق. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ كل حاجة بقى برضه ليها علاقة التخطيط، موضوع حصان طروادة اللي اتعمل مرّتين ده وفي الهوا. ومرتين زي الزفت، يعني خلّينا نوصفها يعني برضه كويس. بصراحة لأ، لأ مش يعني حلو هم خالص. هدول الأشرار اللي دمّروا حياة عم زكي الحياة كلّها، هدول هو اللي مش أشرار. أنت فاهم؟ وبعدين التسلسل كلّه بيبقى مش مفهوم بالنسبة لي، أنا ما بابقاش عارف هي إيه الخطة أصلًا، ما بابقاش عارف هو داخل يعمل إيه وعايز يوصل لإيه، يعني هو لمّا دخل المرّة التانية لمّا أخوه كان مخطوف، إحنا هنحرق حاجات بسيطة يا جماعة معلش متهيأ لي لا، الكل لا، اتفرّج عليه يعني، احرق. لمّا دخل لمّا أخوه اتخطف، دخل في العربية، الواد قعد يهرتل على البوابة أي كلام، دخلوه جوّه، طلع هيولّع في المخازن، ماشي، وبعدين؟ هتعمل إيه؟ نولّع في بعض ونموت كلّنا خلاص، فاهم كانت هذه قصدي القفلة إزاي؟ يعني. أنا مش فاهم هو داخل يعمل إيه، يعني أنا كمشاهد الموضوع بالنسبة لي مش واضح، أنت داخل تعمل إيه؟ وطلع لك وكلمك وبتاع، طب سلام عليكم، وعليكم السلام، خد أخوك، فاهمني؟ وبعدين الحلقة الأخيرة على فكرة يعني أنا كنت مستني حاجة أسوأ من كده بصراحة، فهي آه، طلعت أفضل من توقعاتي مليون مرّة، فعشان كده برضه المسلسل قفل على حاجة أنا مش متضايق، بالضبط. أنت فاهم هو قصدي؟ لو لأن أنا قفل كنت محكمة وسجن وحطّوه أنا ورا كنت القضبان كان 100%. أنا كنت مستني حاجة أسوأ من كده بكتير، بس يعني معلش، معلش ما إحنا برضه ما إحنا بني آدمين، مين النهارده هيفتح تيك توك والّا هيفتح يوتيوب والّا هيفتح إنستجرام والّا أي حاجة، يفتح لايف ويقف يتكلم وملايين البشر هتسمعه، كده من الهوا، فين ده؟ تيجي نجرب، تيجي نعمل تجربة اجتماعية، تيجي نقوم دلوقتي. حتتلطش وتنمسك ولسه ما حدش دخل شاف اللايف تبعك. أنت فاهم؟ تيجي نفتح لايف كده ونشوف كام واحد هيخش على اللايف بتاعك. المفروض بقى نكون إحنا خلاص بقى بنتخطى الحاجات ديّة، خصوصًا إن أنت مسلسل محترم، مسلسل عندك حاجات بتقولها، أنت مش جاي أنت فاهم، أنت مش جاي تضرب أي بتاعتين وخلاص، أنت وعدتنا بكده أول 6، 7 حلقات، أنت اللي وعدتنا بده، بس هارجع تاني وأقول مسلسل مليان مميزات، مليان مميزات، أنا مع كل اللي أنا باقوله ده، أنا باقوله علشان نقلل بس شوية التعظيم المديح المبالغ فيه، المُبالغ أيوه. فيه، تمام، بس ده مش معناه أبدًا إن هو مسلسل سيء، أبدًا، هم هو تمام. هو مسلسل حلو ينحضر، بس يعني لأ مليون في ضلكم المِيّة، حاطينه في هذا التقييم، لا ترفعوا حاجة أكتر من كده. ولو حد هو بيس حلو وينحضر. ولو حد بيسألني النهارده هاروح أقول له روح اتفرّج على آه، روح عين شوف. سحرية، حلو، يعني ينحضر أيوه. من كل المسلسلات ديّة أنا ممكن هارشّح أصحاب الأرض وهارشّح عين سحرية، روح اتفرّج عليه، بس هتنبسط، بس في مشاكل، بس في حاجات ما دخلتش علينا، بس في حاجات كان ممكن تتعمل أحسن وكان المفروض تتعمل أحسن، الموضوع ما كانش صعب، باسم السمرة عظيم، عظيم، يعني حتى اللحظات اللي الحوار فيها ما كانش مساعده، بس يا أخي إيه الأداء ده، إيه الجمال ده، حاجة يعني بجد درس، أنا كنت يعني حد كان بيكلمني امبارح قُلت له: "عصام عمر ده محظوظ خد درس تمثيل ببلاش." قعد كده آه. قدّام الراجل ده أخد درس منه تمثيل كده على الماشي، عصام عمر ممتاز، محمد علاء كمان عمل دور حلو أوي، والشخصية كانت حلوة، كانت تستحق يعني يمكن حتى تستحق يعني قفلة أحسن من كده، يمكن ده اللي مزعّلنا، إن يا شيخ هو كان يستحق إنه هو ينتصر، إحنا نخلّي مرة الشر ينتصر يا جماعة الخير ونشوف الجمهور إيش رأيه. يعني هو يعني يعني متهيأ لي صعبة، يعني على فكرة هو اللي هو عمله ده أقرب حاجة لانتصار الشر، ودي برضه أنا
دي جرأة منهم يا يزيد بصراحة، أنا لازم أقولها، يعني خُد بالك هو برضه قفل المسلسل على إيه، على مش عايز أقول على رسالة، بس إن العدالة مش معناها القانون، والقانون مش معناه العدالة، القانون مش دايمًا هو اللي بيحقق العدالة، هو ودي التيك توك اللي بيحقق العدالة. يعني ودي رسالة فيها شوية جرأة، يعني أنت فاهم قصدي إزاي؟ هو الموضوع برضه في الآخر ما قلبش إيه، فراشات وعصافير يعني، بس هو يعني صعب إن الحاجة اللي أنت بتفكّر فيها دي تحصل بالذات في مسلسلات رمضان، مش هتحصل لأسباب كتير يعني، مش عايزين نتكلّم فيها. ف بس يعني بصراحة كان في حاجات كتير، شخصيات كتير كانت المفروض تتعامل بطريقة أحسن من كده، الشخصية بتاعة السكرتيرة بتاعة شهاب ديّة، القفلة بتاعتها ما كانتش أذكى حاجة في الدنيا، يعني لا هو بدايتها ولا قفلتها، يعني هو بدايتها كانت صعبة أوي، فاكر لا المشهد بدايتها ده، ولا قفلتها. المشهد بتاع بتاع المكتب لمّا راح يشتغل ده، لمّا راح اتعيّن إيه ده، إيه ده، لأ كان صعب أوي، وِحِش أوي، مشهد وِحِش أوي يعني. ومكتب كبير زي ده بطابع ورقة عشان عايز إيه، هيعلّقها برّه على الباب، عايزين IT يعني بتطبعوا الورقة ليه؟ ه أنا مش فاهم. هذا الغباء اللي باقول لك عليه. أنت فاهم قصدي؟ حتى بعد كده هو قال له أصلًا، يعني هو شهاب قال له: أنا عرفت إن أنت جاي علشان إحنا شُفناك طالع عند مريم، والّا كان اسمها مريم تقريبًا، فأنت عارف إن هو مراقبك، فأنت لمّا رُحت لها تاني والباب بيخبّط أنتم مين هيكون ما أيوه هو، أنا عارف إن هو، لأ إحنا كلّنا عارفين ما هو يا ابني مراقبها هو قايل لك الراجل قايل لك إن هو أنت فإيه لازمتها بقى، ويدخل وبتاع فيقول له: "يالّا إيه رأيك يا باشمهندس؟" أيوه ما هو عارف إن أنت جوّه عارفين إن هو عارف أنت جوّه. هذه وب لقطات ثمانينات مش شغل مناعة. بالضبط أنت فاهم، وبعدين بعد التهديدات والبتاع واللي مش عارف إيه، نزلت وسِبتها، طب ما هيموتها، ما إحنا برضه إيه، طب ما تاخدها في إيدك، ما تروح خبّيها في أي بتاع، ما أنتِ انزلي بات اهربي، عندها يا سيدي. أنتِ انزلي اهربي، انزلي اجري في الشوارع، فاهم؟ فالحاجات ديّة بصراحة قفلتني، لإن أنا كنت باعمل المسلسل في نُصّه الأولاني اللي هو لغاية مثلًا أول 7، 8 حلقات 7 حلقات، لأ كنت حاطّه في مكانة كبيرة، كنت حاطّه في مكانة كبيرة كلنا أوي. نفس الشيء. وأنا قُلت فبس لك إن شاء الله ما يهبط في النُص. تاني وقد حصل. مسلسل جيد، يستحق نتفرّج عليه، فيه مميزات كتيرة أوي، أكيد هو تجربة بالنسبة للسدير مسعود تجربة أفضل مليون مرّة من موعد مع الماضي، بس تاني كان ممكن يبقى أحسن، كان ممكن يبقى أفضل من كده بكتير. صح. طيب إحنا كده خلّصنا المسلسلات المصرية اللي إحنا هنتفرّج عليها، طيب المفروض قُل لي ترتيبك ليهم، هل ممكن؟ أصحاب الأرض، أول حاجة عين سحرية، كان يا مكان مناعة. تمام، يعني أنا مش بعيد عنّك، أنا عندي صحاب الأرض، عين سحرية، 2 غيرنا، كان يا مكان وتوابع محطوطين في نفس يعني في نفس المكان كده، بس توابع ممكن يبقى أحسن شوية عشان زي ما باقول لك موضوع الأحداث اللي حصلت ديّة، الحاجات اللي حصلت خلّتك تتشد شوية مع القصة، هيبقى توابع، كان يا مكان، وطبعًا هي كيميا بيتزايل الترتيب، ده لو شِلنا مناعي يعني من الموضوع عشان اتفرّجت على حلقتين بس، ف ده الترتيب مش بعيد عنّك خالص يعني، صحاب الأرض، صحاب الأرض تاني قبل ما نسيب المسلسلات المصرية صحاب الأرض اتفرّجوا عليه، عين سحرية مسلسل جيد، وفي لحظات كتير كان جيد جدًا كمان، سيبكم من التهويل في الجنبين، مسلسل حلو، ينفع نتفرّج عليه، ولو في حد هياخد المركز التالت بالنسبة لي حاجة برضه أنا هابقى بارشّحها وأنا مش خايف، هيكون اللي هو المسلسل بتاع اتنين غيرنا. وكده قفّلنا أول 15 حلقة أو أول نُص في مسلسلات رمضان بالنسبة للمسلسلات المصرية، وسوف نتجه حالًا على الدراما السورية. شو مولانا، أنت شو يا مولانا قُل عشان تتهز أنت بالبداية، لسه شغال معاك مولانا بنفس الحماس والّا الدنيا نامت آآ شوي؟ أنا متأخّر شوية في مولانا، أنا متفرّج لغاية دلوقتي على حوالي 11 حلقة. لا أنا واصل 17. ما شاء الله، ما شاء الله. آآ لسه المميزات أكتر من العيوب بمراحل، لسه مبسوط، لسه شاري، في برضه شوية حاجات كده حصلت خلّتني إيه، إمم، مش مرتاح أوي، حاسس إن إحنا داخلين على، يعني أنا دلوقتي في الحلقة ال11 حاسس إن إحنا داخلين على شوية حلقات هنبقى إيه، ما فيش حاجة بتحصل، عارف أنت أنا يعني شاممها، أنا مستني العُقدة، مستني هو إحنا إيه بقى، فين الخناقة، يعني إحنا خلاص خلّصنا أول 10 حلقات أو يعني أول 7 حلقات،
واللي حصل والبتاع ومش عارف إيه، وهو دلوقتي فرض سيطرته وفرض كلمته بشكل ما على الأقل على الناس، بدأ يعمل تحالفات مع الجيش، أوكي، فدي مرحلة وخلصت. إحنا هنكمّل في إيه بقى؟ فين الحاجة، فين الخناقة، فين الحاجة اللي إحنا هنبقى عايزين نحلّها أو نشوف آخرها أو نشوف هتروح معانا لفين، لغاية دلوقتي دي مش باينة معايا، إحنا عاملين بس كده إيه، بنطوّل شوية الموضوع. حسّيتهم استعجلوا جدًا، جدًا في العلاقة بين جابر واسمها شهلة، آه. جدًا، إيه ده! أنا الأول فكّرته بيحلم. أنا قعدت كده لأ، معقول! على طول كده! يعني مش هاضحك عليك، أنا شايفها، أنا عارف إن هي هتحصل، الموضوع مش سِر، واضح إن هي بس هتحصل، أنت قُلت على 15 على 20 بس يعني. يعني فاهم، شوية حاجات تحصل الأول، يبقى في شَد وجذب، هو يبقى بيحاول، هي تبقى مش عارف إيه، إحنا هوب دي نايمة جنبه على السرير يا معلم. كل طب عام وأنت بخير. إيه ده! لأ وأنت فاهم وبتاع وحُب وغرام وبتاع لأ بدري أوي، والله فكّرته في الأول بيحلم، فدي حاجة ما عجبتنيش. لسه تيمور الحسن متمكن من الدور بصراحة، هو لابسه، أنا مش شايف، أنا شايفه مولانا، شايفه جابر. المسلسل فيه شخصيات كتيرة أوي مثيرة جدًا، جدًا للاهتمام، الشخصية بتاعة العقيد، بتاع الثكنة، إمم. من أول ظهور ليه على فكرة، هو ليه هيبة كده وليه حضور وليه بتاع، بس الموضوع عمّال بيزيد، شخصية حلوة أوي. الشخصية بتاعة أنا مش عارف اسمه إيه، الحجي، بيقولوا له الحجي، الراجل الهزؤ ده اللي في صح تتبهدل بهدلة الحجّي. يعني بس شخصية بس شخصية حلوة، شخصية معمولة حلو، وهو برضه راكب الدور كويس. أنا مبهور، مبهور لغاية النهارده، قُلت لك الموضوع ده المرّة اللي فاتت بالجغرافيا بتاعة المكان، السكنة فين والضيعة فين والحاجز فين، وإيه اللي بيدخل وإيه اللي بيطلع وإيه اللي بيُقف وإيه اللي ما بيُقفش، فاهم قصدي؟ أنا الجغرافيا بتاعة المكان حاجة يعني أكيد مقصودة، أنا مش باقولش مش، بس يعني إن هم يلاقوا حاجة بالتفاصيل دي كلّها، دي طبعًا يعني حاجة حلوة أوي. في مشاهد كتير بتاخد وقت أطول من اللازم، اللي هو إحنا أوكي خلاص عرفنا، نفضل زي مثلًا موضوع خطيبها اللي جه، يعني أنت كان ممكن تقص نُص المشاهد ديّة وتوصل لنفس النتيجة، ما فيش حاجة بس إنه يعني هو في نفس الحلقة خطيبه، أنا ما بدي أحرق عليك بس يعني أنا الحلقات من بعد اللي أنت شُفتها ل17 الدنيا يعني بتروح لمنحنى إنه الضابط اللي في العدلية نفسه بينبش ورا تيمه، بيوصل لأصله، كان بيوصل واضح، ما لعيلته. ما هو أيوه. أنا عارف، أنا فاهم يا زين، بس أنا ليه باقول لك الكلام ده، علشان تاني معلش بقى ممكن يبقى دمي تقيل، بس هاعيد تاني على موضوع ال30 حلقة. إن إحنا بناخد في النُص مثلًا بناخد أيوه. 4، 5 حلقات ما بنعملش عارف أنت بنقعد واللي قُلناه امبارح هنقوله لأ، النهارده بس بطريقة لو مختلفة مع 4، شخصية 5 تانية. حلقات أنا راضي، لو 4، 5 بس حلقات أنا مناسبني جدًا، بس ما يكون التمطيط أكتر من 4، 5 حلقات. ما هو على حسب ال4، 5 هيودّوا فين، ما هو ممكن يعمل لك دلوقتي 4، 5 وبعد كده يشد شوية وبعد كده يروح عامل لك كمان 4، فاهم قصدي؟ خرط المسلسل كده. بس يعني تاني لغاية دلوقتي الأمور كويسة، في مميزات كتير، في شخصيات كتير أنا عايز أعرف هتعمل إيه. آآ في حاجات كتير بتترمى كده على الهادي يعني، بس أنا مستني بقى عارف أنت أنا عارف إن ده ممكن ما اللي هو أنت يحصلش غير بدك في الآخر. الصراع الأساسي، أيوه أنت أنا عارف إن هو في حلقة من الحلقات حيصطدم مع اللي في السكن قاعدين فوق، بدك ما هو توصل للحدث هذا أنت. بالضبط، هل فعلًا هو ده؟ هل فعلًا هيصطدم معاه والّا هيصطدم مع الضابط اللي في اللي في الضيعة والّا أنا في حد هنا مش هاحرق عليك خلاص. أيوه. طيب ما هو يعني مش كده، بس يعني التجربة لسه فعلًا فعلًا حلوة، في شخصيات كتير عاجباني، في كوميديا حلوة دمها خفيف، بيعملوها كويس وتوقيتاتها مناسبة يعني، فلأ مكمّل ومتحمّس، أنا قُلت لك أنا كده مكمّل، بس أنا دلوقتي مكمّل وأنا مش متضايق، يعني أنا لسه أنا مكمّل وأنا مبسوط، وأنا مش ما فيش أي حاجة مضايقاني من المسلسل لغاية دلوقتي غير شوية الحاجات البسيطة، يمكن أكبر حاجة حتى من كل اللي أنا باكلمك فيه ده، التطويل حتى والمَط لسه ما وصلش معايا لدرجة إن هي تضايقني، موضوع علاقة جابر وشهلة ده أكتر حاجة ضايقتني يعني، أكتر حاجة عصّبتني. إحنا كمشاهدين عرب يا أحمد ما بيعجبنا العجب، لمّا يمططوا في الأحداث ما بيعجبنا، ولمّا يناموا ويصحوا بيحبوا بعض في نفس الحلقة ما بيعجبنا.
بس يا أخي والله فكّرته بيحلم يا يزيد، أنا قُلت هيصحى من النوم دلوقتي أنت فاهم، تقول له قوم يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ لقيتهم حبوا بعض عن جد. لقيته بجد أنت فاهم، والدنيا مكمّلة وبتاع وبيغيروا على بعض ومش عارف إيه وبتاع، يعني ماشي ربنا يهنيكم. أنا ما أكرهش أنا والله. لسه مبسوط بمولانا، بس إنه على المميزات اللي ذكرناها في الحلقات الأولى ما في حاجة إضافية اتقدمت يعني. في بالضبط. مشاهد منفردة لفيلم حبيتها، ما باعرف لو حتفتكر أنت المشهد حقه اللي كان مع أخته لمّا راحت تزوره في القسم، في الأحداث اللي في الماضي. حلو أوي، حلو أوي، يعني حلو هذا أوي. مشهد أنا أعتقد إنه ما ولمّا حد بيعمل هذا المشاهد زي تيم أصلًا. ولمّا ربطوه مع الخطبة بتاعته في نفس الحلقة، لمّا مش فاكر لمّا هو بيقول الخطبة ما كانش عارف يقول إيه، وبعد كده مشاعره خدته وقعد يقول بدي ارتاح، بدي ارتاح أو أنا دلوقتي اهم. مرتاح أو كده، أيوه. حلو الربط ده عجبني، والمشهد ده حلو أوي، المشهد ده حلو أوي. ما متهيأ لي بقى لهم حلقتين ما بيعملوش flashbacks وأنا كان عاجبني الflashbacks، أنا كنت مبسوط بالflashbacks اللي بيعملوها، بس متهيأ لي لو أنا فاكر صح بقى لنا حلقتين لأ ما فيش flashbacks. لأنه إحنا أخذنا كفايتنا، خاصة بالضبط. المشاهد الفلاش باك قدّمت لنا الشيء اللي المفروض كانت تقدّمه. أنا فاهم إحنا بس عرفنا هو بس كيف هو انسحب بس هو مش شرط الflashbacks تبقى لشخصية جابر يا يزيد، ما أنت ممكن تعمل لي flashback زي أنت مثلًا ما عملت flashback لشخصية العقيد، إن هو كانوا في محاولة لاغتياله أو حاجة أو كده، أنا حابب إن أيوه. هم فاهم قصدي؟ يعني لو كل حلقة يدّوني flashback على شخصية معيّنة أو حاجة عجباني بصراحة الflashbacks، حاسس إن ده بيدّي عمق للقصة، أنت فاهم، إن الموضوع مش اللي أنت شايفه بس، والبلد يعني تستحق الشخصيات ديّة هتلاقي كل واحد عنده ماضي وعنده تاريخ وعنده حاجة عايز يعملها وعنده فاهم، وكل واحد عنده مش عايز أقول أطماع، بس ليه مصالح، ليه مصلحة معيّنة عايز يعملها وهكذا، صح. فاهم قصدي؟ فبس أنا مبسوط بصراحة، المسلسل مش لأ، المسلسل لسه شاددني ومستمتع فيه، مستمتع فيه، فيه مميزات كتير أوي. أسألك، تتوقع شخصية مشمش اللي في الأحداث حيكون وراها حاجة؟ لازم يكون وراها حاجة. إمم. وأنا مبسوط إن أنت قُلت كده، لإن أنا عاجبني كمان الشخصية أوي. أنا آسف طبعًا أنا ما أعرفش مين يعني عمل مشهد في الحلقة تبعة امبارح في بداية المسلسل، المشهد حرفيًا فجعني أنا ما بابالغ، اللي هو أوكي. خضّني زي ما بتقولوا في مصر. لمّا توصل للحلقة 15 لو ماني ملخبط أعتقد إنه في الحلقة 16 عمل مشهد في البداية زي اللي أحد بيدير عليك مَيّة باردة، بعدين بيرجعوا يصحّوك فجأة. هو عامل فأنا عامل ش مستني إيش ورا شخصية بالضبط. مشمش هذا. بُص هو الأكيد إن هو سِر هو متهيأ لي اتقالت في حلقة من الحلقات إن هو سِر الضيعة، لإن هو تقريبًا بيشوف كل حاجة، والناس ممكن تكون بتتكلم قدّامه علشان عارفين إن حالته، فما حدش يعني إيه شاكك فيه أو مخوّنه صح، يعني، فاهم قصدي؟ مأمِّنين له. بالضبط، بس هو أكيد هو عنده حاجات وعارف حاجات ما حدش عارفها، والدور معمول حلو، يعني الممثل راكب الشخصية بطريقة رهيبة بصراحة. لو أنت كنت تتابع أعماله اللي قبل كده في الدراما السورية ما تصدق إنه هذا نفس الممثل. أوكي، ه ه ه هابُص عليه، هادخل كده أبُص هو عليه أبدًا مش هذه الشخصية اللي أنت شايفها، كان يطلع دايمًا رجل شيك له شخصية شرير، شرير. هنا أوكي، طلعوه بني آدم ثاني. أنا أول حلقة ما عرفت إنه هو نفس الممثل أصلًا، وأنا باتابع الدراما السورية. طيب لأ هادخل أدوّر، هادخل أبُص كده على الأقل إمم. على صور لشخصياته اللي حتلاقي كان عاملها قبل كده حتلاقي تغريدة أنا منزّلها بعد الحلقة الأولى أو الثانية كاتب عن الموضوع هذا وحاط صوره في شخصيات تانية. أوكي، طب حلو أوي ده ماشي، ابعتها لي، أنا متحمس كده، حمستني أبُص هابعت عليه. لك. ماشي. طيب مكمّل مع سعادة المجنون والّا أنا انسحبت من سعادة المجنون في الحلقة 14. أنا 4 وصلت لي أهم رمزية في المسلسل، هو المُخرج كان قصده إن المسلسل نفسه مجنون، مش البطل المسلسل. قوم يا لا حرام مجنون، يا قوم رجل. ما تكمّلش قوم. قوم يا عمي قوم. يعني أنا ظلمت في المرّة الأولى لمّا شبّهته بباريس سان جيرمان المسلسل، لا هو غزل المحلة وكفاية عليه. بس أنت وصلت لنُصّه تقريبًا. وأنا يعني ما بدي أظلم، ما بدي أكون يعني قاسي فيه، لأنه أنت في النهاية لازم تحط في الاعتبار أنت بتتابع 30 حلقة، لمّا أنت تتركه من الرابعة والّا من الخامسة أنت أصلًا ما أعطيته مجال. في شخصيات يمكن أوكي. ما تكون لسه طلعت في الأحداث. صح، صح، بس صح. لأ أنا 14 أنا أعطيته حقه وزيادة. يعني أنت لو اتحسنت بعد النُص أنا إيش بدي فيك، خلاص أنا كده لأ ما خلاص، لأ ما خلاص إحنا على الأقل مولانا حتى لو في حاجات بنعلّق عليها، بس لأ، الأساس ماشي كويس. بعدين أنا عندي يعني زي حاجة باعتمدها في المسلسلات، المسلسل اللي ما حاوصّي فيه لأحد باوقّفه. أنا أوكي. مش حاجي أقول لك تابع مسلسل حيصير حلو بعد 14.
طب ما أنت هو شو تسوي في 14 حلقة الأولى؟ تدعي علي فيها؟ فأنا هو كفاية كتير كذا أوي من سعادة بصراحة. المجنون. طيب يبقى كده ساعة والله يعوضنا هذا رمضان السلاخة معمر إن شاء الله نشوفها في حاجة تانية زيها زي هند صبري زي ماجد الكدواني، السنة مخيشة مع الحبايب. معلش معلش يبقى سعادة المجنون كده اوت خلاص هنعمل عليه. وأضفت بداله مسلسل قصي وكريس بشار اسمه بخمس أرواح، بدأت في أول حلقتين فيه، نشوف اوكي. الدنيا وين تودينا. طيب ايه لغاية دلوقتي الدنيا ايه؟ أول حلقتين بيحاول المسلسل إنه يكون يعني مفرقع زي الطريقة اللي كان اشتغل فيها أولاد بديع السنة اللي فاتت، السنة قبل اللي فاتت، ومسلسل تاني محسن السنة اللي فاتت تحت الأرض، اللي هو مسلسل يكون أكشن فيه أحداث من البداية كذا يحاول يشدك. نشوف وين حيقفل. طيب حلو، يعني ممكن بالحلقة الجاية تكلمنا عليه اكتر، هتبقى شفت منه شوية إن حاجات شاء الله اكتر ان إني شاء أنا الله. يعني ححاول الفترة الجاية مم. إني أوصل مع الناس للنص عشان أكمل معاهم الحلقات حقت العرض أول بأول. طيب حلو قوي. ومطبخ المدينة مطبخ المدينة مكمل معه. كمل معايا مكمل معه عشان حتى لو الدنيا هبطت شوية يعني في آخر حلقات. أنت حاس كل ممثل لحاله قاعد يشتغل كويس، لكن القصة نفسها ما تحسها مربوطة مع بعض، زي اللي انحلت شوية. إحنا اوكي. رحنا لشخصيات جانبية معطينها وقت أكثر على الشاشة. أنا مش مهتم إني أعرف، يعني في خط كامل للشباب حاطينه في الأحداث. أنا يعني زي ما قلنا في مسلسلات فاتت، لو الخط حق الأحداث هذا بالكامل انشال مش حيفرق معي مم. ولا حيضيف لي. مم. فأنت بتقضيني حلقة حلقتين، نص الأحداث اللي في الحلقة في خط الشباب هذول. أنا بدي الأبطال الرئيسيين كمل لي معاهم واربط القصة مع بعضها، بس أنا هذا اللي طالبه مني. والناس شغالة بتمثل كويس والصورة حلوة، بس أنت لا تخرب لي القصة في النص. اوكي بس يعني مكمل معايا الموضوع، ما وصلش لمرحلة. مطبخ المدينة مكمل لأنه لسه أنا عند توقعي إنه حتكون شخصية أمل عرفة أحسن شخصية نسائية في الموسم، مع إنه ظهر لها منافس قوي يعني منة شلبي في أصحاب الأرض، حتكون منافس شرس في الشخصيات النسائية. ونشوف ريهام حجاج حتى مش ريهام حجاج، ريهام عبد الغفور شو حتعمل. خلاص علقتها في خلاص راسي. بقيت فان لرهيب حجاج خلاص. انا كان الحلقة صلي دي على النبي يا شيخ. الصلاة والسلام. طيب يعني بس طب كلمنا طبعا القصة شوية، كلم الناس تتفرج تكمل على مطبخ المدينة مطبخ الدنيا. المدينة قصته هو أب عنده واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أبناء عندهم مطبخ، هو صاحب المطبخ مطعم. اوكي. وبتنخطف تنخطف بنته أو بتضيع بنته في أحداث في الماضي بيجيبوا لك إياها فلاش باك. اوكي بيضل هو يعني مسكين الأحداث المسلسل كله هو يدور على بنته هذه، وأولاده كل واحد له خط جانبي في النهاية بيرتبطوا إنهم هم عيل. لكن في اللي بيشتغل تهريب وأشياء ممنوعة، في اللي بيشهد زور، كل واحد له مصيبة هو عايش فيها لحاله. بس غالبا يعني الشخصية الرئيسية اللي هو عباس النوري، القصة اللي بتلف حواليه إنه للحين بيدور على بنته، نفسه إنه يلاقيها اللي انخطفت في الأحداث اللي في الماضي قبل بداية المسلسل. بس والله قصة يعني مثيرة للاهتمام، آه يطلع منها حاجات أيوة كتير. جدا. مم. وللحين كويس، بس احنا يبعدون عن الشخصيات اللي في النص اللي بيجيبوه. لازم كل مسلسل عندنا يطلعوا لك فيه ثلاثة أربعة شباب ويمغصوك فيه. طيب هو التصنيف بتاعه او التصنيف الغالب عليه دراما، دراما كوميديا؟ دراما دراما. دراما. لا دراما بعيد عن الكوميديا، فيش كوميديا. ما فيش كوميدي. اوكي. يعني أنا ما اعرفش ليه حسيت او شفت حد بيتكلم ان هو كان حد بيشبهه بمسلسل تاني مصري مش فاكر اسمه، متهيألي كان مسلسل لايت يعني، فاهم؟ بس هو يمكن غلطان او يمكن انا اللي ما. لا اه. في سوريا في السنين الأخيرة موضوع الكوميديا قل على الآخر يعني ممكن تعدي لك مشهد مشهدين نكتة في وسط المسلسل، بس إنه تصنيف كامل لا، بعيد عن الكوميديا مم. تمام. هو دراما. طيب جميل جميل. طيب يبقى انت لسه مكملين في مطبخ المدينة، نكمل مولانا ومطبخ ومكملين المدينة. في طبخت مولانا. بخمس أرواح. ودخلت وحكمل النويلاتي اللي رشح لي يا عبد الله، مع انه عبد الله ايه. حسابه عسير معايا لانه النويلاتي مش راضي يتكلم. احنا وصلنا ل 15. يا عبد الله. المفروض الاحداث اسرع من كده. ايوه، بس زي ما قلت لك حسابي مع عبد الله بعدين. طيب خلاص. خصوصا انه عبد الله اللي رشح لي كمان بخمس ارواح بدل سعاده المجنون، فهو لو لبسني في مسلسلين في موسم واحد لا، ده اعتمد كده توصيات منه بعد كده. كتير. كثير كثير. طيب جميل جميل حلو قوي. احنا كده خلصنا الأجندة بتاعت حلقة النهاردة الحمد لله.
هنتفرج على ايه بقى يا باشا في النص التاني؟ النهارده بدأت حلقات النص التاني. احنا النهارده ايوه، الخميس، بنصور يوم الخميس، النهارده اول يوم بدأت المسلسلات الجديدة. ايه عندك في الليست؟ اب ولكن، جميل. وفرصة أخيرة، جميل. وحكاية نرجس، ومسلسل سقط اسمه من راسي، خلينا نفتكر مع بعض. عرض وطلب. عرض وطلب، هذا اللي حلو قوي. حتابعه ان حلو قوي. شاء الله. انا ان شاء الله باذن الله انا معاك في الاربعه دول. هزود عليهم المتر سمير، علشان يعني انا انت عارف انا بحب يبقى دايما في حاجه كوميديه كده في انت الموضوع. ما بتتوب يا احمد. يعني هو تأليف مين؟ خليه مفاجأة. ميم طه. بس هم دول الاربعه انا معاك مليون في المية. دول الاربعه الاساسيين اللي انا هتفرج عليهم، مع طبعا مولانا، هنكمل مولانا. وبنسبه يعني بنسبه عاليه قوي هدخل المتر سمير كده، نشوف ايه اللي ممكن ما تابعت ولا نتكلم حلقة فيه منهم تاني. لسه؟ لا لا لا، لسه خالص. يعني هخلص معاك دلوقتي وندخل كده بقى نشوف نبدأ بمين. ابدأ باب ولكن، ابدأ باب ولكن. طيب ماشي حاضر. طيب جميل. يبقى حلو قوي. دي المسلسلات اللي احنا هنتفرج عليها، ودي المسلسلات اللي احنا اتفرجنا عليها في النص الاول. اتكلمنا عن المسلسلات ديت على مدار حلقتين متهيألي، يعني قلنا كل حاجة ممكن تتقال عنهم. قلنا رأينا، ده رأينا. ممكن تتفقوا معاه، ممكن تختلفوا معاه، دي حاجة عادية جدا. زي ما انتم شايفين اهو، بنرشح حاجات لبعض وبتطلع وحشة، فعادي يعني. انت فاهم؟ تحصل. ايوه. ودي كمان المسلسلات اللي احنا هنتابعها في النص التاني ان شاء الله باذن الله، مع الثلاث مسلسلات السوريه اللي احنا متابعها، اللي هم 30 حلقه. وباذن الله ان شاء الله النص التاني من رمضان هنمشيه بنفس الطريقه. هنتقابل بعد اول 5 حلقات من المسلسلات ديت. يعني ممكن مثلا نصور مع نهايه اليوم الخامس او اليوم السادس، يعني كده في الرينج ده. وباذن الله لو عشنا وان كان لينا عمر، هنعمل كمان حلقه في ختام بقى الموسم كله، مع ختام بقى كل حاجه، ختام النص الثاني وختام ال 30 حلقه. وساعتها ممكن بقى نبص بصه على الموسم بشكل عام، ايه كان احسن حاجه، ايه كانت اسوأ حاجه، ايه اتمقلبنا في مين، مين احسن سيناريست، مين اسوأ سيناريست كده يعني. ف كل سنه وانتم طيبين. مرة تانية، عشان مرة تانية وتالتة ورابعة، شكرًا على كل ردود الأفعال اللي أنتم بتبعتوها لنا، وكل الكومنتات الجميلة اللي أنتم بتبعتوها لنا، سواء على تويتر أو على يوتيوب. هتلاقوا حساب يزيد على تويتر موجود في الdescription، هاسيبه لكم تحت. يزيد بيتكلم على الدراما والمسلسلات طول السنة، مش في رمضان بس. حاجة يعني أي حد ليه في المسلسلات ما ينفعش ما يشوفش كلامه عنهم. وبإذن الله إن شاء الله نشوفكم في خلال 5، 6 أيام كده من دلوقتي بإذن الله. وكل سنة وأنتم طيبين. يزيد، كالعادة يعني أنا ما أعرفش إحنا سجلنا قد إيه دلوقتي. إحنا كل مرة بنسجل ساعة والّا ساعة وشوية، ما باحسش بيهم والله العظيم. متعة، متعة. أنا بابقى مستني ومتحمس للوقت اللي أنا باتكلم معاك فيه عن المسلسلات. حبيبي يا احمد، انا كل مره حقول لك، انت لو تقول لي كل يوم تعال نسجل، انا كل يوم حقول لك حاضر. انا بحب وبنبسط وبستمتع وبتشرف بالكلام معك. حبيبي يا يزيد، حبيبي، 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 الشرف ليّا والله العظيم. طيب الله يسعدك يا رب. يبقى إن شاء الله أشوفك في خلال 5 أيام من دلوقتي تقريبًا، 5، 6 أيام. باذن الله، باذن الله. ونشوف هيطلع معانا إيه. كل سنة وأنت طيب، يا وكل رب. سنة وأنتم طيبين، وتصبحوا على خير.